اهلا وسهلا بيكم في حلقه مهمه جدا من بلو زونز ويلنس بودكاست. النهارده معانا مفاجاه من العار التقيل بجد. حلقه مهمه جدا 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 جدا. اتوجه للشكر للدكتور ضياء العوضي. اهلا وسهلا بيك حبيبي يا استاذ طارق. واسمح لي اقدم بقى شويه كمان. حبيت ارحب بيك في الاول وبعدين اقول الدكتور ضياء العوضي كانت في حرب قايمه والناس كلها شايفاها وخايفة وما عرفش ايه، ونزلوا منشورات وصفحات على الجزيرة. فأهميته من أهمية الأحداث اللي بتحصل وأهم كمان. فأهلا بيك. اهلا بيك يا طارق بيه. عايز أوجهلك سؤال كده في بالي من ساعة ما عرفتك وقابلتك وعرفتك على المستوى الشخصي. عليك من ده بإيه؟ كده مقدمه خلصت. كفاية. انت ما قلتش حاجه خالص. انا قلت انت هتقول بقى الدكتور البروفيسور ما قلتش حاجه من الحاجات ده والله انا تخيلت هتقول غني حاجه عن التعريف، بس ما الناس كلها عارفه مين دكتور ده. ما هو عليك كل ده من ايه؟ اول يعني سؤال كنت مدرس جامعه وراجل نبغه علميه من صغرك، ومدرس في اهم جامعه من اهم جامعات مصر يعني عين شمس. واستشاري رعايه مركزه وعلاج حرجه بقالي 17 سنه، وعملت عياده خاصه وكل دوت راح منك. فده السؤال اللي شغلنا عليك من ده بقى. ايه اللي ورا ضياء العوضي مخليه مستبسط كل حاجه ومستغني عن كل حاجه عشان يوصل صوته للناس؟ اديك قلت صوتي يوصل للناس والحق يبان بس وخلاص. هو انا دوري ايه في حياتي اصلا غير ان اقول كلمه الحق، والحق يلاقي سكته، والناس تتحرر من عبوديتها لحاجات مش وهميه اصلا انا خلقتها لها كبشر. يعني بشر بيتحكموا في بشر. الناس بدل ما ترجع لاصل الحياه واصل الشفاء ويعرفوا ان الشفاء بيد الله، لا، الشفاء ما بقاش بيد الله. الشفاء بقى بيد الدكاتره، والدكاتره من فوقها بروتوكول، والبروتوكول من فوقيه جايد لاينز، وجايد لاينز بيحطها بشر زينا وبيملوك بناء على ايه؟ بيقول لك انا عامل دراسات على مين؟ على بشر. يبقى بشر بقوا فران تجارب، وبعد بقوا فران تجارب حولت التجربه لتجربه عالميه. يعني بدل ما شويه 10 15 20 30 بقى بالمليارات. صحيح. وبقى اوبليجاتري عليا ان انا اسمع كلامهم. طب يعني اما انا اكتشف الحق واتبصر بيه، مش من حق الناس عليا وحق ربنا عليا اولا ان انا انشر كلمته؟ ما دي المشكله 100%. بس بيأخذ عليك يا دكتور يعني ساعات بتبسط الموضوع زيادة عن اللزوم، وساعات بتقول حاجات بتقتطف والنظرية بتضيع هي صعبة، أنا معاك، بس هي منطقية جدا. أنا سمعتها وفهمتها منك بشكل مباشر. يعني احنا على مستوى الشخص احنا قعدنا مع بعض كتير حصل، وبقينا أصحاب وإخوات. فأنت النهاردة متبني الفكر، فأنت عايز تظهره للناس صح. صح بالظبط. طب كويس. حضرتك بتقول انت بتبسط العلوم قوي. هقول لسعادتك على حاجه. انا كان في عالم اسمه الخوارزمي قال العلم اللي مش هينفع يبقى بابليك مش هينتفع بيه غير 1 أو 2 أو 3 يبقى مش علم. وانا شفت ان اهم علم في الدنيا ان البني ادم العادي يفهم جسمه، فلازم انزل بالمستوى لحد ما شعبنت الطب وفهمت كل واحد كل عضو في جسمه بيعمل ايه واجهزته دورها ايه، فبالتالي هو يعرف يفسر اعراضه ويبقى هو الطبيب نفسه. وكان عندي رؤية بتقول او يعني مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من اصبح منكم آمنا في سربه معافى في بدنه يملك قوت يومه فقد حيزت له الدنيا. معافى البدن ده هل انا هعرفه من المعمل ولا هعرفه من نفسي؟ يعني حضرتك عينك اما تزغلل مستني حد يقول لك عينك زغللت؟ المفروض لا. ينفع تقول لي ده طمني على نفسي يا دكتور، ولا تروح تقول لدكتور شكوتك؟ انا عينيا بتزغلل، عندي عرض. هتروح تقول له شكوى، صح ولا مش صح؟ صحيح. يبقى الطب فن علاج العرض او المرض المسبب للعرض. كويس. فانا من كام يوم مثال يعني دكتور زميل دكتور اورام، انا هقول اسمه محمود حجازي، استشاري اورام في استراليا، من الناس المؤيدين ومن الناس اللي بيحبوني وبتاع. فهو حط على سبيل المثال فيديو على صفحته ولد كيميائي امريكاني بيقول كلمتين ان احنا بنحط الادويه
بناء على الاعراض، فاحنا بنعالج الاعراض مش الجذر الاصلي للمرض. المفروض انا كنت اتبسط بحاجه زي كده، فدخلت علقت قلت له لا الفيديو ده مضلل اصلا، لان حتى خطينا المرحله دي من زمان. يعني بمعنى لو طارق قال انا عندي صداع، فانا لما اديله اسبرين يبقى انا عالجت ايه؟ عرض صحيح. لكن طارق ما بيشتكيش من حاجه، بس هو شغال في شركه، عملوا له تحليل قالوا ايه ده السيرم كرياتينين عندك عالي. طارق اشتكى؟ لا. كده انا عالجت ورق، يبقى انا تخطيت موضوع العرض كمان، وبقى في ورق قدامي بلعب عليه واوهم العيان بيه قبل ما العيان يشتكي. وقفت عند دي، يبقى انا عالجت في الاول عرض من غير ما اعرف جذر المرض، بعدين عالجت الورق قبل ما يحصل عرض اصلا، وما حصلش عرض ومش هيحصل عرض بالمناسبه. وبعد شويه لقيت الورق مش كفايه ان انا اعالجه، بدات الف بقى. هو انت اهلك كان عندهم ضغط مثلا، ابوك كان عنده انسداد شرايين، يبقى انت المفروض تبدا علاج من قبل لا ورق يحصل ولا عرض يحصل، على وهم تاريخ عائلي او اختلال جيني. شفت بقى التطور بتاع الطب ازاي بقى تجاره، تحول من فن الشفاء او فن التعامل مع المرض وجذوره الى ادعاء العلم بالغيب. يعني جينيفر لوبيز تقريبا، او مين اللي كانت متجوزه براد بيت؟ اللي هي نيكول كيدمان. لا انجلينا جولي. استأصلت الثديين والرحم ومش عارف ايه تاني استأصلته، بناء على قرار طبي انها عندها جين هيجيب لها سرطان، وهو ما جاش اصلا. هو لسه ما حصلش حاجه اصلا. طب انا جات لي كذا عيانه بالموضوع ده. يعني العيانه تيجي تقول لك انا جالي كلكوعه في صدري، فيقول لك سسبيشس ان هو يبقى ايه؟ كانسر، فياخدوا منها عينه مش ثدي، عينه دي ان ايه، ويبعتوها معمل في المانيا، فالمعمل يقول لها ايه؟ الجين اللي عند الست دي هيجي لها سرطان في الثدي والاثنين بايلاترال، وهيجي لها في الرحم ده مستقبلا. ولو راجل عنده نفس الجين يشيل البروستاتا. النصيحه الاجماليه تشيل الثديين والرحم وجزء من القولون الاخراني، ولو راجل يزود عليهم البروستاتا. ما كده مسحنا العلم بتاع الابيجينetics اللي هو ما هو فيش حاجه اسمها كده اصلا. ما فيش أصلا. طيب انا عايز اوصل لحته وبعدين ايه نبتدي منها. في ناس كتير قوي وانا كنت واحد منهم، شفنا مقتطفات بتقول مثلا ان حلاوه المولد كويسه ما عدا كذا وكذا. فانا بالنسبه لي انا كطارق، انا قعدت هنا في نفس المكان، وشكرا ان انت غفرت لنا هذا يعني في نفس المكان برضه، نفس المكان. وناس تانية كانت بتشرب فيا انا بقى. ما حدش يتم فيك، لا والله ما حدش يقدر. بس هي الفكره كلها ان انا فعلا كنت الكلام غريب على ودني، لان انا شفت الحته دي قبل ما اذاكر بقى كويس واعرف حضرتك مين. فشفت الحته دي قلت حلاوه المولد يعني doesn't make sense to me، عشان هم قالوا لي. انا عارف ان انت ضد حته ان حضرتك انا بس ومين اللي قالوا لك؟ انا هقطعك في حاجه. اتفضل. انا لما باجي اقول كلام عارض التيار الجمعي فده مش تهمه اصلا. لا مش تهمه، مش قصدي، لا اصل في مغالطه منطقيه هم احنا وقعنا فيها كلنا، اللي هي ايه؟ اللي هيعارض الجمع فهو غلطان. انا ما عارضتش المنطق، انت ما قلتش ده ميك سنس، غلط. اصلا الجمله دي غلط، هي ميك سنس لكن هي مش ماشيه مع اللي انت اتربيت عليه. ماي سنس لا ولا يور سنس، انت ما فكرت فيها بالسنس بتاعك. الاملاء لحظه واحده انت ما قعدت معايا كل لما اتكلم بالرغم ان الكلام كان بالنسبه لك صادم، لكن كنت بتسكت شويه تقول لي ايه منطقي، او قلت ايه منطقي. انا يبقى ميك سنس، اخضعته على المنطق، يبقى ميك سنس. لكن انت بالنسبه لك هو عارض ثقافتك. بالظبط. ثقافتك دي بقى انا مش مسؤول عنها، دي موروثه من باباك ومن مامتك ومن التلفزيون. لا استنى تحاسبهم. لا، هو اللي رباك الاول واكلك الزبادي مش التلفزيون، واللي اكلك الخيار مش التلفزيون، واللي رضعك لبن صناعي مش التلفزيون، باباك ومامتك. فبدل ما تمسك فيا انا امسك فيهم هم. مش عايزين نمسك فيك. استنى، وبعد كده هم يقول لك مش انا اللي قلت، ده جدتك وجدتي. صحيح. فهتلف اللفه. فمعنى كده هذا ما وجدنا عليه اباءنا. يبقى الدين حتى اما النبي جه بيه هو تعارض ليه؟ هل كلامه doesn't make sense؟ لا. لو سالتهم مين اللي خلق السماوات والارض هيقول لك ربنا، بس ما تقوليش واحد.
صح. قول لي دي اعوان، ما تقولش هنبقى سواسيه انا جنب وانت، الموروث بتاعي. يبقى موروثك انت. انا بقى كانت شغلتي اصدح بالحق لحد ما الاقي متابعين للحق، وكنت مؤمن بحاجه. طب انا عايز اقف هنا معلش، سامحني. لقيت متابعين للحق دلوقتي، حضرتك اللي بيحبك جدا، واللي بيكرهني قوي ومش فاهمك. لا فهمني، لا مش بيحبني، مش فاهمني. لا اللي بيحبك فاهمك 100%، عشان كده حبك. خلاص تمام. اتفقنا. بس في ناس تانية لو عرفت وفهمت كده في مقتطفة صغيرة منطق الدكتور ده العوضي وراء نظامه بمنتهى البساطة والسلاسة وعلى بعضها، عشان خاطر اللي ما يعرفش انت عايز وسمع بس منطق في العموم. منطقك انت، المنطق في العموم يعني بتاعي، في العموم بتاعك، بس في حته انا كنت حابب الطيبات. قبل ما نخش انتوا ابتديتوا على طول. ما هو في حته، ما هو انا حسيت ان هو في وحطيت حته هتحط في حته، لسه في حته هتبقى مزد في النص. أيوه. لا هي مش صعبه، هي في حته هتبقى مزد. هو طارق عايز يقول ان في ناس شريحه لسه مش فاهمه. انا شغلتي لحد النهارده بالرغم ان انا بقى ليا متابعين بالملايين كويس، وحالات شفاء بالالاف، بعشرات الالاف، بمئات الالاف شفاء من غير ما يقعد معايا في عيادتي اصلا. ده دليل ان الحق هيلاقي سكته غصب عن اي حد. فاهم قصدي؟ ده حقيقي. وفي غير طارق مش فاضي، راجل بيزنس مان مش فاضي خالص. فاما يشوف ريل، انا مش بتاع ريلز. ليه؟ انا نظريتي عميقه جدا، ليها دبث، لازم اللي قدامي يفضي لي نفسه، وحقي عليه يفضي لي نفسه. انا فضيت من وقتي، وقت اتبسطت فيه الطب، وكنت بقعد لايفات بال3 ساعات، وعملت محاضرات بالساعه ونص والساعتين، وعملت رسومات بخط ايدي، وحطيت ستيتمنت، وحطيت كوتيشنز، كل ده عشان الناس تبذل مجهود شويه معايا. وانا شايف ان انا استحق اكتر من كده، صحيح، لان انا وفرت وقتي وخسرت حاجات قدام الكلام اللي بقوله. فمن حق، وانا شايف انها دعوه حق، فمش هتلاقي غير الودن الحق تسمعها. انا ما قلتش ان انا بكره 8 مليار يسمعوا كلامي. كان النبي مات، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كان قبض صلى الله عليه وسلم، وكان العالم كله كان بقى مسلم. لا، هو سب وراه جيل قادر على نشر هذه الرساله واقامتها. فانا كان وظيفتي من اول يوم اخلق الجيل ده، والجيل ده انا معايا النهارده جيلين، جيل اللي هو قدي او اصغر مني شويه، وولادهم كمان. فبقى عندي جيلين دلوقتي. يعني انا ان شاء الله لو انا مت بكره الصبح قدامي على الاقل 100 سنه عقبال ما اتنسي. ربنا يديك صحه يا دكتور، ان شاء الله ما تتنسيش. على راسي، تدري نفس ماذا تكسب غدا. على راسي موافقك، بس برضو اسمح لي فيها. واحد دلوقتي انا النظريات مش نظريات، سوري، الفاكتس الستاتكس، قبل ما نجمبل دي، بس هو كان نبيل عايز يقول حاجه. انا كنت عايز اعرف، زي ما دكتور ضياء بيقول، لاي نظريه بيبقى ليها جانب علمي وليها جانب تطبيقي. صح. فانا كنت عايز اعرف من الاول قبل النظريه، عايز اعرف اكتر عن دكتور ضياء العوضي، النشأة بتاعته في الطفوله. يعني انا عايز برضو الدبس بتاع دكتور ضياء العوضي في الشخصيه، في النشأة، في التربيه. بتهديني خالص، هرجع كده اهدى. ايوه عايزين، لان انت دخلتوا على طول في افتكر ايام السريلاك. اصل هو طارق هو طارق عايز يعمل اكوزيشن لشريحه بعيده عني خالص، اللي هي الشريحه الايه بقى، اللي هم الشريحه الهاي كلاس بقى، اللي هو قاعد رايق في التكييف، ما بيعانيش من حاجه، وعايز يتفرج على دكتور مسبسب يطلع يتكلم مع بالراحه ويقول لها لا ما تقلقيش من التجاعيد، عندنا السيبرولينا. لا ما تقلقيش من النوم، عندنا الاشواجندا. لو ما بتناميش عندنا مغنيسيوم ماليت. وبعدين الفوا لي تأليفه، مغنيسيوم ماليت، مغنيسيوم سلفيت، مغنيسيوم زعبوطيت، مغنيسيوم كربونات. ايه ده طب اسمع، انا كنت عايز اقول ليه. طب قول هنرجع للنشأة دي، بس هنرجع دي مهمه. اصلا نشأتي مهمه قوي، مهمه جدا، واحنا محتاجينها. بس انا كلها تروما. هقول حته بسيطه وبعدين نروح في الحته دي. بس هي الفكره كلها في دلوقتي في احصائيات، تؤمن بالاحصائيات. ماشي. بتقول ايه؟ بتقول انا 3 ثواني بشوف كده، ما يبقاش في حد اللي هيجي لك يقعد معاك 3 ساعات. وانا عارف ان عندك ما شاء الله متابعين كتير جدا جدا، وناس بتحبك وشفتهم بعيني، وشفت حالات اتشافت. اللايف بتاعي بيقعد عليه 2000 و2000 ونص. اي نو 3 ساعات قاعد 3 ساعات يسمعني. عارف، بس في ناس تانية غلابه زي حالاتي كده بتشوف 3 ثواني. لا بقى ده مش عايزه اصلا. طب ليه؟ ما هو ده برضو ابن حلال. لا
انا بقول لك هو بني والله انا آدم. كنت واحد منهم. هو بني ادم لكن مش شرط يكون ابن حلال، مش شرط. هو مش فضيلي اصلا، هو في مش عايز. ولاد حلال انا عارفهم. انت عارفهم؟ أنا عارفهم. طب انت عايز منهم ايه؟ عايز بس تبتدي زي ما تبتدي، بس انا عايز اقول النظريه بتاعتك اللي انا سمعتها طيب موافق من فيديوهاتك وميك سنس تو مي. موافق بس انا دايما في ستيتمنت كنت انا بقولها وبعدين تتردد على لسان ناس تاني. بص حضرتك مدخلاتك اليوميه ثوابت، هواء وميه واكل، صح؟ الهواء مش هقدر اتحكم لا في الكميه بتاعته اللي داخلالي ولا الكيمياء بتاعته اللي داخلالي. هو 80% نيتروجين، 20% اكسجين، وواحد اقل من 1% الباقي بقى ووتر فيبر، بخار ميه، على كربون دايوكسيد، على ارجون، على هيليوم، على الحاجات دي. كويس. فالهواء ده ثابت ولا مش عارف اتحكم في كميته اصلا. ربنا خلقني بريت ثابت في التنفس، كميه هواء داخله وخارجه، مكوناتها اللي داخله واللي خارجه انا ما بتحكمش فيها. الميه الكيمستري بتاعتها ثابته، H2O. محدش بيقول لي بقى فيها مينرالز لو جايه من بير، لو جايه من نيل، هيبقى اي حاجه بتدوب في الميه في المحيط ده هتخش لي غصب عني، صح؟ اي حاجه بقى، اي حاجه، هم حرين بقى. يعني انت فورتيفايد بحاجه معينه انت اللي حاططها، جايه من بير في الصحراء، البير ده فيه املاحه، لكن الميه اتسلف H2O اللي هو يد 2 الف اللي هي اكسيد الهيدروجين. ما هو ده هيدروجين متاكسد، ذاتس ات. واعرف اعملها في المعمل الميه، خلاص. فدي الميه. الاكل بقى هو الوحيد اللي كميته انا بتحكم فيها. يعني لو عملت طبق بيض بالبسطرمه، الكيمياء بتاعته انا ما اعرفهاش كلها، والكميه اعرف اكل بيضتين بالبسطرمه او 5 بيضات بالبسطرمه، صح؟ واعرف اوقفه يوم واشغله يوم. طيب هنا معنى كده ان المدخلات بتاعتك اللي تاثر عليك فيزيكالي وكيميكالي وسايكولوجيكالي هتبقى مين للاكل، صح؟ سو سيمبل. يبقى هو سبب وجود الامراض والاعراض. دي بدايه الفكره اصلا. اللي وراها ان انا البني ادم من الكائنات القليله اللي قدامه اي حاجه بتتاكل بياكلها. يعني اي حاجه ايديبل، صحيح، بياكلها. مين شبهه؟ القرد والخنزير والفرخه والفار. بقيه الحيوانات التانيه مفطوره على اكل معين ربنا فطر. يعني الاسد مش هياكل سلطه، هياكل لحمه بس ونيه ويشرب دم وفريش. الضبع هياكل النتن، النسر هياكل الجاف والرمم. ربنا فطر دول على حاجه معينه. يعني هتلاقي الدبانه مثلا قاعده بتاكل طبق فول بالطحينه؟ لا، هي حاجات معينه هتاكلها وبتتلم على حاجات معينه. البقره استحاله تاكل لحمه. الجمل ياكل الصبار ولو رميت في بقه ليمونه يتفها. يبقى الاربع كائنات دول او الخمس كائنات اللي انا قلت عليهم دول متشابهين في ايه؟ بيجرب اي حاجه ايديبل ياكلها. القطه لا، القطه شممها الاكل الاول وتقول لك طب مش موديه وشها كده، صح ولا مش صح؟ مزاجها صحيح. حلو الكلام. فتلاقي ان الانسان اكتر واحد بقى طوع حتى اللي مش ايديبل خلاه يتاكل. كل الاخطبوط وكل اللي مش عارف شوك ايه وملح هيمالايت ايه وشرائح الملح الهندي منين وبذور المانجا الافريقي. انت عارف الناس دول انت بتحبهم، الناس ده انا عارف شغلتي. الاشواجندا والسيبرولينا والفخفخينه. الاسامي دي حتى كانت بتضحكني، يعني حتى كنت انا مش قابلها نفسيا. وبعدين كنت بحط لنفسي مبدا، لو انا هاكل اكل وعايز له سبلمنت يبقى الاكل ده مش كفايه. ولا انا مش فاهم بقول ايه؟ ما هو ده يعني لحظه واحده، انا بسال سؤال يا يس اور نو. يس، ما كنت اقول لك وصل لنا بقى ايه؟ لا ما كنتش وصل لي، انا بسال سؤال لوجيك. مش كفايه. لا وصل مش كفايه. يبقى مش كفايه. الزرعه ما بقتش زي زمان. يبقى انا ما احنا هنرجع لمفهوم بقى تاني. لما تنطش معايا النطه ارجوك امشي معايا واحده واحده. حاضر مالك. دلوقتي انا باكل وبعد ما باكل باخد سنترم. امال الطفح اللي طفحته ده ايه؟ بس ده السؤال. طب عايش على السنترم بقى. انا عايز اسال سؤال، يعني انا مخلوق اكل واخد سبلمنت عشان الاكل مش كفايه؟ فهو وهمك بحاجه، قال لك لا اصل جسمك بيبقى ساعات ناقصه معادن. طب الفول ده ما فيهوش معادن؟ ده كله معادن، ده ما فيهوش غير معادن اصلا. يعني الفول ده مليان معادن. جسمك ناقصه فيتامينز، دايما حاسسك ان انت جسمك فيه شورتج. انا بصيت لها عكس. يعني حضرتك انت عارف اما جيت انا اقرا الطب بتاعي بعد ما فهمت، هو عامل زي الشرابه ما تقلبه كده.
مش هينفع تلبسه وهو مقلوب، لازم تعدله وتلبسه، صح؟ طب ايه رايك ان جسمك مش ناقصه، جسمك في حاجه فيه زياده؟ يعني لما حد يقول لي انا شعري بيقع، اخد ايه؟ اقول له انت ما خدت. تمنع ايه؟ شيل ايه؟ ايه اللي عامل لك انتوكسيكيشن؟ فده يجيب جمله تانية، ان انا حطيت في دماغي ان الاكل مش تاثيره كيميكالي بس. يعني ما تقوليش السجاير نيكوتين، ولا القهوه كافيين، ولا الموز بوتاسيوم، فاهم؟ في حاجات تانية اكيد. لا ده مركب. يعني انا معايا بوتاسيوم دلوقتي، اعرف اعمل موزه؟ معايا كافيين، اعرف اعمل حبايه قهوه؟ لا طبعا. هو تبقى السؤال هنا، انت ليه ما فكرتش الاكل ده فيزيكالي هيأثر عليك ازاي؟ يعني انا اكلت اكله اكتئبت بعديها، تقوم تقول لي اصل ضغوط الحياه. طب ليه مش في الفرخه؟ هو ده السؤال برضو. يعني ليه مش العكس؟ يبقى السؤال، انا اللي كان عندي كويستشنز وعايز لها اجابات، يا اوفرها بعلمي يا اوفرها من الكتاب، مش اوفرها من الاراء لانها مش ناجحه. ولو ناجحه ما كانش الناس بقى فشلوا في تشخيص السمنه ولجوا للتكميم، قص وصل عيد توصيل، ما نفعش، التكميم فشل. طب تصليح التكميم تحويل مسار. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت عمال تدخلني من دايره لدايره لدايره، والعيان مات اثناء رحله ان هو بيخس. بيخس وما عليكش اكتئابه ولا عليك شعره. ده احنا زمان كنا بندرس في الكتب التكميم، قبل ما يبقى تكميم كانت عمليه بتتعمل في الاورام بتاعت المعده. ورم في المعده خش شيله. قبل ما العيان يخرج بكتب له ورقه طويله عريضه، انت لازم تاخد المالتي فيتامينز دي مدى الحياه. بقيت بعملها بعد كده الكتيف. يعني ايه؟ بتعملها بمزاجي. ازاي تتجرأ على صمام الامان بتاع جسمك ومناعته بقص، وبعد كده تجبر العيانك تقول له اصل شعرك هيقع؟ مش مشكله. هيجي لك بعد كده انفيرتيليتي او انعدام خصوبه، مش مشكله. الراجل يخس ويرهرط، مش مشكله. كل ده عشان انزله على ميزان؟ طب ما دي خدعه تانية. انا في الاخر مش ميزان، انا في الاخر هلبس مايو ومراتي هتشوفني من غير هدوم، يا تعجبها جسمي يا اما هي مش هتوزني قبل ما اقعد معاها، صح ولا مش صح؟ هتلاقيكي برهرط بقى من هنا ومن هنا. ايه ده؟ فهروح طامي تك عدل. يا باشا انت ما حلتش حل جذري. الطب الاصل فيه ايجاد الجذر المشكله وانعدامه. وكلمه سبب لها معنى واحد، كلمه سبب لها معنى واحد اللي هي الكوزاليتي. ان انا لو شلت السبب المشكله تتشال. انت بتحط لي مشكله فالمشكله تزود مشكله. والدواء لو بيعالج صداع معاه نشره قد كده فيها 35 سايد افكت. ازاي يكون الافكت اللي انا عايزه واحد واللي مش عايزه 35؟ ها، اليس فيكم رجل رشيد؟ انا طلعت اتكلمت قالوا مجنون على طول. ده ضد العلم. بالعكس انا كلامي سو ساينتفك وماشي مع اللوجيك، لان انا نظريتي بتقول العلم لو ما وافقش المنطق يبقى حاد عن تفكيري، يبقى علم ظني. وظني مش بتاعي، ده ظن حد نقله لي، حد وصل لي انا بقى وانا لازم اصدقه. لا، انا ربنا خلقني بعقل عشان افنط وافند، وما يمكن تمريره امرره، ولو ممكن تمريره اعطله، ولو ما عرفش اعطله احاربه لحد ما اوقفه. والا ما كانوش الكلمتين السهلين دول لقوا رواج عند الناس. انا النهارده عملت منظومه لوحدي، منظومه بتقول نظريه مش ايه يعني. انا مش قاعد يعني بيقولوا ساعات دكتور مصطفى محمود قال كلام من كلامك ده، بس هو قالها على سبيل النصيحه. عارفين مشاكلنا فين؟ في الفينو مثلا. طب ايه الحل؟ مفيش حل. لا، ده انا حطيت بقى نظريه، ونظريه هي فيها كور كبير، يعني كور من عند تساقط الشعر لحد السرطان. كور 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 لفهم كل حاجه. بعد ما حطيت النظريه كنت عايز انزل بيها على ارض الواقع، فلازم احط للعيان حل. انت هتبطل دواء، طب اعمل ايه؟ هتبطل اكل قدامه. طب النتيجه ايه؟ هنشوفها مع بعض في جسمك. يبقى بقى عندي نظريه وتطبيق، وبعد كده حالات تشافي. وحالات التشافي دي بقت مروجين للنظام وطريقه العلاج ورواد في الاقناع، وعندهم الحجه الجدليه اللي يواجهوا بيها الدكاتره. عشان كده شعبنه الطب
عشان كده النهارده الدكاتره هم اللي اشتكوني مش المرضى. فاهم قصدي؟ يعني لما تيجي تبص مين اللي قلب الدنيا على ضياء العوضي؟ عيانين؟ لا، اطباء ونقابه اطباء. صح ولا مش صح؟ مش هم دول اللي شطبوني؟ هم لو قاموا ليه؟ لو في حاله واحده اشتكت كان راحت عملت مشكله، لكن مفيش حاله اشتكت. اللي اشتكاني الدكاتره. ليه الدكاتره اشتكوني؟ لان الدكاتره انا كسرت حاجز الالوهيه بينه وبين العيان. مش بس كده، مش بس كده؟ لا. طب ايه تاني؟ انت شكلت خطر على اكل عيشه بشكل مباشر. عشان كده دكتور العياده هو اللي خاف مني برضه. ابو ايه؟ ابو وحده دكتور صحيه العيادة واللي قاعد هنا. طب اقول لك على حاجه، العمليات، انا قفلت على بتوع طب السنان اللي مستشفى استنى بس. بتوع السنان نفسهم بيشتكوا مني، وبتوع النساء ما بقاش في حالات ستات ما بتخلفش، كله بيخلف. ما فيش ست ما بتخلفش، مفيش حاجه اسمها تكيس مبايض، مفيش حاجه اسمها سن يأس في اربعينات. مفيش الكلام ده، مفيش تسوس سنان، كده مفيش خاضع سنان. للنظريه. المدخلات اللي بندخلها جسمنا ليها تاثير مباشر علينا، لو وقفنا دوت الجسم يصلح نفسه تاني. خلصنا. هي دي يبقى الجسم يبقى بمنتهى البساطه. مين اللي تصلح؟ الجسم. مين بقى اول واحد قال الكلمه دي ودوكيومنتد؟ سيدنا ابراهيم. بص الايه دي الاف دي ايه فهمتها واحنا ما فهمناهاش. هو رب بيحكي عن الرب بيقول ايه؟ والذي هو يطعمني ويسقين. الايه اللي وراها واذا مرضت فهو يشفين. اكل وشرب وراه مرض. عشان كده ربنا قال يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. لو اسرفت تعيا. صوموا تصحوا وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون، بس احنا لا نعلم. طب نرجع بقى للراجل الطيب دوت. عايز اسالك عن النشأة، والنشأة طبعا غير اللي اتكلمت عنها في البودكاست الجميل اللي عملته. اتكلم عن من 4 ل 6 مثلا، من سن 4 ل 6. عايزني من ايه؟ سن كي جي يعني انا عايز اعرف اكتر عن دكتور ضياء العوضي في النشأة بتاعته. أنا حته يعني اكتر طريقه التفكير، لان اكتر حاجه شدتني في طريقه التفكير اللي هي اللي فيها ثوره على التمرد. انا كنت من وانا طفل يعني صغير، كان بابا ما يحبش ياخدني معاه في حته. ليه؟ عشان كنت دايما اعلق، ودايما لما اخد امر تلاقيني سكت شويه قبل ما انفذه. يعني مثال ابويا في سن 7 8 سنين كان عنده ساعه قديمه كده فاداها لي، فلبستها في ايدي اليمين زي كده. فجاه ماما جت قالت لي لا هي الساعه في الشمال. فقلت لها ليه يا ماما في الشمال؟ قالت لي، هي سكتت شويه مش عارفه ترد، وبعد قالت لي ايه؟ اصلها بتعمل تك 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 والقلب بيعمل تك تك تك، فالقلب في الشمال فالبسها في الشمال. طبعا انا عيل 7 سنين، ايه الكلام ده اصلا؟ قمت برضه ما شلتهاش من اليمين، قلت لها معلش يا ماما بقى كل واحد حر. ومن ساعتها عمري ما قلعتها من اليمين خالص حبيبي. لو الاوردر زي ما قلت لطارق من شويه، لو الامر ما عداش على دماغي اقنعني هعمل العكس. كان ابويا وانا في سن ال 12 13 انا دايما كنت اقعد سهران بالليل وانام بالنهار. يقول لي هو في بني ادم بيعمل كده؟ قلت له وانا كلب؟ ما انا بني ادم وبعمل كده، يبقى في بني ادم بيعمل كده. صحيح. سو سامبل يعني الرد. فيقول لي انت يعني حتى لما كبرت شويه كان يقعد يقول لامي ايه؟ ما تقعديش مع ضياء كتير لانه هيعرف يقنعك باللي احنا مش مقتنعين بيه. هو شاعر جواه. كنت اما اقعد في مكان كانت الناس تتلم حواليا في القهوه. فاهم قصدي؟ فوانا طفل كنت متميز في وسط الفصل اصلا، يعني حتى كان اساتذتي كلهم عارفيني بالاسم يعني يخشوا. كنت شاطر بقى في الدراسه انا كنت اول فصلي على طول، وكنت الاول على اداره التعليم بتاعتي وانا في ثالثه اعدادي. كنت من اول المحافظه، ورحت حفله كبيره وخدت وسلمت على المحافظ، كان ساعتها عمر عبد الاخر محافظ القاهره، وخدت جايزه. وبعدين وانا راجع بقول لبابا انت مش فخور بيا؟ فبص لي شويه كده وقال لي ايه؟ عادي. فبس انا كنت من جوايا واثق جدا من نفسي. وبعد كده جات لي منحه في مدرسه اكمل يعني فور فري. فهو كان شايف ان انا ممكن انمي في حاجه احسن. فكان في مدرسه اسمها المتفوقين، دي كان ليها اختبار ذكاء قبل ما تخش. كنت الاول في اختبار الذكاء ده برضه. وكنت ساعتها في عين شمس تقريبا. في عين شمس. كانت مدرسه داخلي، وكانت فيها من كل المحافظات. كان فيها ميزه بقى ان انا اتعرفت على ثقافات من بره بقى، يعني من اسوان. يعني اول واحد قاعد جنبي كان من اسوان،
كان شبه يعني اسمراني كده، وعارف الاتيتيود بتاع بكار واحنا صغيرين. أيوه. هو كان فيه الاتيتيود ونفس اللكنه، وانت فاهم الجو ده. وبعدين قعدت شويه في الداخلي، وكان من حقي ان انا من سكان القاهره اطلع، فطلعت لان انا برضو الجو هناك جو عنابر والسريرين فوق بعض حديد. وبعدين العيال المتفوقين دول بقى عندهم دماغ تانية. يعني تلاقي مثلا احنا نايمين، تلاقي واحد قام قايم مستخبي تحت السرير ومنور لمبه صغيره كده، هيذاكر ساعتين زياده عشان بكره الصبح. فاهم قصدي ايه؟ انا ما كنتش ده، انا كنت اللي هو شاطر بس شقي قوي يعني تلاقيني في وسط اصحابي مع شله حراميه كده. كنا عاملين مثلا كنا عاملين شله اسمها الجوع الكافر، كنا بنستنى العيال جايه من الاقاليم يوم والله كنا بناخد بس الخميس والجمعه اجازه، فبيروحوا يجيبوا فطير وعسل وزبده وكده. فاحنا هنجي لهم يوم السبت بقى بالليل، ننط من الشباك نسرق الحاجات دي، ويقعد يعيط على القفه بقى اللي اتاخدت منه، انت فاهم. بس هو عيال متفوقه كلها، يعني منهم ناس دلوقتي اساتذه في القصر العيني، واساتذه في طب القاهره، واساتذه في صيدله القاهره وعين شمس وطب اسنان. كلنا دخلنا طب على فكره. احنا بيبقى الدفعه 96 طالب، 90 دخلوا طب او حاجات طبيه، واربعه دخلوا هندسه، واحد فنيه عسكريه، واحد تجاره. بس دي 96 واحد كنا في كنت بتحب القرايه بقى كنت احب القرايه قوي، وانا كنت بقرا من وانا صغير. كانت ماما هي اكتر واحده نمت فيها القصه دي، يعني من عند ميكي وانت طالع بقى. يعني روايه لنجيب محفوظ معديه تلاقيها، وخاصه السير الذاتيه اكتر. يعني انا كنت احب اقرا التراجم، ترجمه عن صلاح الدين، او كنت احب النماذج دي. فكنت دايما من جوايا نفسي ابقى واحد من دول. يعني ترجمه مثلا صلاح الدين دي قريتها من وانا صغير، من حاجه قد كده لحد كتب الصلابي مثلا. عارف الصلابي اللي هو بيكتب التراجم ده، الراجل بتاع التاريخ يعني. فقريت على صلاح الدين ده كتير، لان هو كان بالنسبه لي خلطه، مش عسكري بس لا خلطه. لا يعني فكنت احب القرايه وقرايه التراجم والتاريخ والحاجات دي. لكن العلوم كنت بكتفي بالعلوم بس اللي انا بدرسها، لان انا كان والدي كان راجل استاذ في كليه الزراعه، فهو كان الحته الساينس هو كنت غصب عني انا بذاكرها. هو كان قاعد جنبي زي يعني مرصاد، يعني زي بالمرصاد. والله يعني كان دايما اهم حاجه درجات العلوم والرياضه بتاعتك كام، يعني ما ينفعش انقص فيها درجات. يعني انا في الثالثه اعدادي نقصت اجمالي الدرجات 5 نمر، 5 نمر منهم درجتين رسم ودرجه عربي، ومش فاكر الدرجتين التانيين ايه. لكن انا ما نقصش في العلوم والرياضه، لا ما نقصش خالص. لا 275 من 280. فيعني هنقص ايه؟ ومنهم درجتين رسم، يعني لو رسم اتشال كنت خدت 277، يعني 3 نمر بس ناقصهم. بس كويس انت لسه فاكر اصلا. لا انا ما بنساش الواحد مش الحاجات فاكر دي، الدرجات. ما بنساش الحاجات دي خالص. لا انا ذاكرتي من زمان، عندي فوتو ميموري كويسه. ولو شفت بني ادم مره واحده في حياتي وشفت بعديها ب 200 سنه افتكره، اقعد معاه افتكره عادي يعني. ولو حتى شكله اتغير. يعني انا هقول لك على حاجه، انا قابلت واحد كان معايا في تانية ابتدائي وبس، وهو اختفى بعد كده. قابلته وانا عندي 40 سنه، قعدت افكره بالمدرسه، يقول لي انا فاكر كل كلامك ومش فاكر اي حاجه بعد كده. قلت له انت حاتم شبل، وكنا يعني معلمينه بحاجه بس ما رضيتش اقول عشان نبنوا معاه. بلاش تقولها بقى انا كنت متنمر برضه، هو انا كانت مشكلتي ان انا متنمر يعني. ما شاء الله دكتور، يعني ابن بلد اكتر من الشكل التقليدي للطبيب اللي على ان انا خرجت من جلباب ابويا كان استاذ اكاديمي، لا قعد على قهوه ولا شرب سجاير. ابويا من الشغل للبيت وبيحضر محاضراته في البيت، اصحابه قليلين. انا من اولى كليه اتربيت على القهوه. ولا الفضل بقى التكوين الشخصيه يرجع للفضول ولا يرجع للتمرد اللي هو سبب حاجه عظيمه؟ انا كنت عايز ابقى بتاع كله، يعني ما ينفعش ابقى يوني بولر. يعني ما ينفعش اسمي دكتور جامعه وخلاص، لا لازم ابقى مثقف في كل حاجه واعرف كل حاجه، او اعرف من كل حاجه. انا اصحابي يعني اللي بقعد معاهم وارتاح، الميكانيكي بتاع عربيتي مثلا باخد منه فلسفه، والحلاق. مش موجوده في الجامعه. لا استحاله تلاقي في الجامعه الكلام ده. يعني انا بقعد مع اصحابي على القهوه كلهم ده اساتذه، يعني ده جراحه وده تكميم وده بتاع غدد وده بتاع نسا. فيهم مني
يعني ما اكيد لان هم برضه اصحاب قهوه يعني. عشان اللي جمعكم القهوه. لو فيكون في حاجات مشتركه اكيد فيه. لا مش على المستوى العلمي لكن على قصدي طالما اتلمينا على القهوه اعرف ان احنا في برضه في حاجه تانية بس مش بنفس الدبث بتاعي. انا كنت بحب اقعد اصلا مع الناس اللي اقل مني او مش اللي اقل مني استغفر الله العظيم، يعني انا قصدي اقول اللي هم لو انت هتحسبهم بمقياس الارض مش على نفس الدرجه العلميه. ما فيش علم خالص. يعني هو انا الميكانيكي بتاعي ما بعرفش يقرا اصلا، والحلاق بقعد اتكلم معاه عادي ان هو صاحبي يعني نتكلم مع بعض. هو طبعا شايف ان حاجه كبيره انا اتكلم معاه، بس انا شايف ان هو حاجه عاديه خالص ان انا اتكلم معاه واخد منه نصيحه كمان. يعني انا اول حلاق اداني نصيحه في حياتي كان يوم فرحي الاولاني. انا اتجوزت طبعا كتير. فرحي الاولاني لقيته قاعد قال لي هقول لك حاجه يا دكتور، وده بيحلق لي من اولى ثانوي بالمناسبه، بيقول لي يا دكتور من اولى ثانوي. من دكتور. شكلي كان دكتور يعني. ف اول يوم يعني بيقول لي انت متوتر ليه؟ قلت له انا مش متوتر بس انت بقالك ساعتين بتقصقص في السوالف. خلص خلص عايز اقوم لسه هستحمى وبتاع. قال لي انا هستشور. قلت له ما تستشورش. استشورت ايه؟ عيب تقول الكلام ده، انا رايح اتجوز. قال لي هقول لك كلمه واحده، الستات ممكن تحارب طول عمرها عشان تطلع درجه واحده في العلاقه، بس لو طلعتها مش هتنزل، وانت ما عندكش خلق، فما تحاربش مع الستات كتير، سيبها هي تحارب في حربها وانت مش شايف. تطلع ما تطلعش ما تدورش، بس ما تخليش تطلع الدرجه بسهوله. تاخد وقتها. يعني بدل ما تاخد الحرب بتاعتها او المعافره بتاعتها سنه خليهم 10 عشان العلاقه تطول. ان لو طلعت درجه في الثانيه وانت مش واخد بالك هتيجي تنزلها مش هتعرف. خلصت الليفل. ده حلاق حكيم. انا جد الله حكيم. حلاق حكيم. برافو عليك. عشان كده الحلاق بقى دكتور. ما هو الحلاق كان بيطاهر. هو اصل الجراحين دول كانوا اصلا مش اطباء اصلا، بس كانوا بره الطب. كان بيعمل كانوا بره الطب. كان بيطاهر الجراح والكحال ما كانوش اطباء. بعد شويه الرويال كوليدج البريطانيه قالت لك نخليهم يدرسوا طب عشان يبقوا دكاتره. لكن انا بتاع الجراحه لحد النهارده شايفه حرفي، راجل شغال بالمقص، لكن تكلمه ميديسن كوز اوريجين اوف ديزيز ما عندوش دي. لكن هو يعرف في مسمر ويعني بتاع العظم ده ما يعرفش حاجه خالص غير المسمره يعني. دلوقتي يا دكتورنا الغالي، في حضرتك ابن المنظومه من ابنائها النجباء كمان لفتره ما، امتى؟ ابن المنظومه. ايوه ابنها طالع. انا ابن المنظومه. انا ابن المنظومه. دارس في الكليه واشتغلت في مستشفيات حكوميه. دي ميزه حلوه قوي. عارف ربنا وهبها ليا ليه؟ عشان ما يقولوش ده دخيل. انا منشق من جوه. امتى التك دي؟ يعني امتى جت اوكي لا في حاجه غلط هنا؟ ما بداتش كده. هقول لسعادتك يعني انا كنت التجربه في دماغي اللي بنعمله ده في حاجه غلط، بس مش عارف امسك منين. من امتى بقى؟ ما انا هقول اهو. لا ده طول عمري وانا بدرس. يعني اول ما بدات اتخصص في الرعايه كنت بقعد اشوف اساتذتي بيعيوا ويجوا عندي اند ستيج في الرعايه. في الرعايه وانا قاعد بقى نايب دي. يعني انا لسه مخلص واتحطيت من الاوائل عايز تخصص ايه، دخلت رعايه فقاعد بقى في الرعايه بس لسه بالقلم الرصاص، معيش لا ماجستير ولا اي حاجه. فكنت بشوف اساتذتي جايين عندي وبيقول لي يا دكتور ضياء خلي بالك مني. دكتور محمد انت كنت استاذي بتاع البطنه، ازاي تقول لي انا خلي بالك منك؟ انت اللي تقول لي النصيحه اللي اعملها لك. يقول لي لا ايه اللي حالتي. الاقي استاذ امه اتحجزت عندي فيقول لي والنبي خلي بالك منها يا ضياء انا عارف انت شاطر. فبقيت اقعد اقول اذا كان انا وانا دكتور استاذ اهو مش عارف اعالج امي، انا بتكلم عليه هو، انا لسه نايب بقى صغير. ودكتور تاني بتاع اورام ميت عندي بورم في الرئه، ودكتور الكلى ميت عندي بفشل كلوي، ودكتور تاني بتاع مخ واعصاب ميت بجلطه في المخ. يا باشا اذا كان انا مش عارف احمي نفسي ازاي ادي ادفايس لعيان؟ فكان في علامه استفهام. 2007 كنت شغال في نفس الرعايه بس كان معايا ماجستير بقى، بقيت اسمي مدرس مساعد واخصائي على المستوى العام. ففي يوم دخلت لي عيانه 19 20 سنه، تشنجات افري تونيك كلونيك ما بتفكش بالادويه التراديشنال يعني. فكنت مضطر ان انا انيمها خالص، اخدرها يعني اقطع عن دماغها الكهرباء خالص. فثايوبنتال صوديوم مع البانوتين ادويه الصرع
لحد ما خمدناها خالص. بعد كده جت الاستاذه الرعايه، مش عايز اقول اسمها لان احنا اتخانقنا مع بعض خناقه كبيره يوميها، هي كانت اكبر مني ساعتها حوالي 8 سنين. لقيتها كل دواء في الطب له علاقه بالصرع كتبته، فبقت روشته الرعايه عندي حوالي 16 17 دواء. فكل يوم والتاني احنا بقى لنا اسبوع، خلي بالك احنا داخلين في اسبوع بقى 7 بس حكمت من الصدمه اللي شافتها فادتها كل الادويه. وكل يوم بتتابعها نفس الادويه، كل يوم نفس الادويه، كل يوم نفس الادويه. فالبت سطيحه خالص. فانا قعدت ارستق في دماغي، انا عندي يوم الخميس الجاي نبطشيه والسبت نبطشيه، الجمعه دي بتبقى دواره علينا كمدرسين مساعدين. خدتها من واحد، قلت يبقى خميس جمعه سبت ورا بعض. يعني الناس بتاخدها العكس. لا، ما انا كنت قاصد عشان البت دي صعبان عليا. طبعا ودين الاسبوع ده مدير الرعايه كل ما يعدي البت عامله ايه، فتيجي نهى تقول له ايه زي الفل اهي، ما جثه. هي بتقيس ان مفيش كونتراكشن، مفيش كونفالجنز، مفيش تشنج في اي حاجه. فانا بقول في عقلي بالي ايه، هتتشنج ازاي اذا كانت هي ميته اصلا؟ فاهم؟ جيت يوم الخميس الصبح، انا مش اكبر حد في الرعايه، انا مدرس مساعد، يعني فيها مدرس وفيها استاذ وحدوته وفيها ومدير رعايه. التمريض كان بيحبني قوي. يا جماعه السرير رقم 4 ده وقفوا عنه كل الادويه. طبعا خروج صريح عن المألوف. هو خروج عن قانون ده الرعايه اصلا. انا ما رجعتش حد اكبر مني، ومعايا نايب اصغر مني بس، يعني احنا 2 بس، والنايب ده هيمشي الجمعه الصبح وهيجي لي واحد تاني، والسبت الصبح هيجي لي واحد تالت، بس انا لا قاعد ال3 ايام تسلمهم وتستلم منهم مثلا. والتمريض بيبدل عليا 3 شيفتات في اليوم. وانا قاعد ال3 ايام قاعد ما وريش حاجه غير الرعايه والبت دي بالذات. البت دي يوم السبت الصبح فتحت عينيها، يوم السبت بعد الظهر شلت جهاز التنفس الصناعي، يوم السبت بالليل كانت قاعده بتاكل. اللهم صل على النبي. حلو. يوم الحد جت نهى، المفروض تفرح. مين اللي وقف الدواء اللي انا كاتباه؟ انا طبعا لحد همشي اصلا او اوريدي مشيت. فاستدعاني محمد عبد الخالق اللي هو مدير الرعايه. هو انت ازاي تاخد القرار من غير ما ترجع لنا؟ قلت له ارجع لمين؟ المدرس اليوم. قلت له والله لقيت الحاله مستدعيه. قال لي مستدعيه ايه؟ ما كانت كويسه مستقره. قلت له والله يا باشا انا حر. فقال لي البروتوكول ما انا بكمل اهو، ما هو تحقيق بقى داير، ما هو ده تحقيق اصله. فقلت له انا حر يا باشا، انا وجودي هنا من حقي ان انا اغير في الورقه. حقك انك تقول انت ليه ما رجعتش الاكبر منك، بس انا برضو اخد الريسك ده، انا متحمله. انا قال لي ما خفتش، قلت له ما خفتش، انا قعدت 3 ايام معاه. ولو انا خاف من قرار زي كده بطلع من الرعايه خالص. انا مع العيان، فلو في طوارئ هتحصل. فالمهم عمال يتكلم طب ما سالكش ايه لحظه واحده النظريه ما فيش نظريه. هو بيقول لي هو يا باشا لا، هو ازاي نهى تكسر كلامها نقطه. بس ما الست صحيت المفروض ده يكون لسه ما انا هقول اهو. ما هو يعني ما هو لسه هيسال بقى العينه عماله ايه دلوقتي؟ قلت له يا باشا العينه ماشيه قدامك رايحه الحمام اهي. فقام ساكت وقفلنا الكلام على كده. قال الكلام ده ما يحصلش تاني. بس انا ما قمت منتصر، انا يا باشا خدت حقي خلاص وعملت اللي انا عايزه. يعني مشيها لك يا باشا. هي ماشيه داخله الحمام ماسكه القسطره بتاعتها في ايديها وداخله التويلت تفضي، اللي هي كانت من 4 ايام جثه بنعد عليها ايام، وابوها راح جاب لها شيخ عشان شك انها ملبوسه. عارف ابوها جه يوم الحد قال لي ايه؟ قال لي يبقى الرقيه الشرعيه جابت نتيجه في ودانها. يا عم هي كانت سامعه حاجه. عرفت بقى الدينايل هو اللي معايا لحد النهارده. يعني انا معايا حاله اتعالجت من الصنطه الفيروسيه بعد 6 سنين بتلف على 5 دول: مصر، المانيا، فرنسا، انجلترا، امريكا. وفي مصر 5 استشاريين. خفت معايا في 1.5 شهر. صنطه دي اللي هي الحليم ورم حليم HPV اللي هو بيطلعوا يعملوا عليه توعيات للستات. صحيح. حلو. عارف اختها تقول لها بعد ما خفت ايه؟ تقول لها انت كان عندك توتر وراح. حاله اسمها دينايل. مش مصدق ان ده ممكن يحصل من غير دواء. مش مصدق ان ده يحصل. بقى البرمجه هو دايز. اصل خلي بالك انا التحدي بتاعي دايما دايز ماكسيمم ويكس. تخيل. بس العيان بقى ايه؟
لا انا عندي مغص كلوي وانا عايز حاجه دلوقتي. لا انا ما عنديش حاجه دلوقتي، انا عندي حاجه اسمها 3 days first impression. بعد كده 1 week هتلاقي تحسنات معينه، 2 weeks تحسنات تانية. فهمت قصدي؟ زي ما البي مثلا مشي على النظام قام واكل لب. ما اعرفش هو بيتست ايه، يعني انا مش عارف بيتست ايه. انت بتست ايه؟ لا انا إيه؟ انا بقطع، ما انا قطعت حاجات كتير فبقطع تدريجي ما هو ده بقى دي نقطه كنا عايزين نتكلم فيها. بس احنا هو- ما قفلناش النقطه يا دكتور، معلش، وانا عايز اقفل النقطه دي. طب انت قول. دلوقتي كنت في الرعايه وحصل حصل الموقف ده. بعد كده بقى خلاص بقى في دماغي ان الدواء ممكن يضر اكتر ما يفيد، فبدات اطبق الكلام ده واحده ورا الثانيه واحده ورا الثانيه لحد ما انا جيت في سن حاجه و30 جالي رجفه اذينيه. اوكي. ودي حاجه كريتيكال، خاصه اما ريت القلب يوصل ل 160 170 ممكن تعمل لك اغماء، وكانت اول مره تحصل لي. وانا كنت وقتها بمارس الطب كاستاذ جامعه، بدي محاضرات وبحضر يومين في الرعايه، وكان عندي شركتين. فمن ناحيه الفلوس مرتاح، من ناحيه الاسترس ما عنديش. وبعدين راجل بصلي، والحاجه دي حصلت لي وانا بصلي الفجر اصلا. فلما رحت الرعايه اللي انا بشتغل فيها لقيت الدكاتره اتلمت بقى، ضياء العوضي جوه ازاي مش عارف ايه، سلامتك يا حبيبي، وكل واحد عايز يعمل واجب يعني بيه. انت بس ضاغط نفسك. فطبعا ايه، قمت مسمعهم كلمتين. ما بلاش الكلمه بقى اللي بنقولها للناس دي، مفيش حاجه اسمها ضاغط نفسك، انا ما عنديش حاجه تضغطني. شوفوا حاجه تانية يا جماعه والنبي ردوا عليا. يعني انا ليه حصل لي كده؟ الموضوع اتكرر معايا، خدت صدمه كهربائيه الاول، يعني لسعوني. وبعدين اتكرر معايا بعد اسبوعين، فرحت المستشفى لسعوني تاني، لا الدي سي اللي هو كلير لا بتاعت الافلام الامريكيه. ايوه الافلام الامريكانيه دي. أيوة. خدت لسعتين لما صدري بص بقيت بتكيف، يعني بروح كل اسبوعين اخد اللسعه وامشي. لحد ما كلمت الدكتوره ميرفت والله، اللي هي مشهوره عن الابليشن، بتعمل قسطره وتحرق البؤر اللي هي اكتف زياده دي، لان هم بيقولوا ان سببها بؤر في القلب بتشتغل جنب البؤره الاصيله، فبيبدا يرعش القلب بقى، من يلاقي بؤر كتير عماله تضرب فيه فبيرعش يعني. اوكي. ومشيت بدواء بعد كده جاست ان كيس لو حصلت لك خدهم، لحسن انت ممكن تحصل لك وانت سايق وانت واقف وانت بتتكلم وانت مش عارف ايه. لو تحت اللسان ده. لا مش تحت، هم 4 اقراص بينظموا ضربات القلب، وانت بتاخدهم بجرعه كبيره عشان يقفل القلب فجاه، يعني ببلوكج. بيسموهم بيتا، شبه الكونكور والبيتا كور والحاجات دي، اسمها ريتمونور يعني. مشيت بالبتاعه دي حوالي 6 شهور، وبعدين بدات افكر بقى لا كده في حاجه مش صح. واحده واحده وصلت للكونسبت ان اكلي فيه حاجه مش مظبوطه. فطبعا التفكير الاهبل الاولاني ايه، مواد حافظه، حاجات بروسيسد، اللي احنا عارفينه العبط بقى الاول. عبط انت ماشي ورا العبط، انت ماشي ورا الصوديوم بنزويت اللي هي 1 في الألف دي، هي دي اللي هتعمل لك الخازوق بقى، فاهم؟ لا ده في حاجه كبيره بتخش جسمي. يعني انت ناسي سندوتش البرجر اللي قد كده في الاخر تقول لي اصل اللحمه دي بروسيسد. لا، في خازوق كبير دخل اصلا معاه اسمه فينو قد كده، صح ولا مش صح؟ صح. نسيته ليه؟ حته خس وخصايه بقى وبصل والبصل الرينجز البصل دي، أيوة. ومقليه فين وفين بقى. قبل الكورونا بحوالي 3 سنين كده كان حصل لي ظروف اجتماعيه، فبدات اقعد لوحدي خالص، لا معايا عيال ولا معايا حد في البيت، لوحدي يعني. بدات بقى الفكره واحده ورا التانيه تحصل لوحدها اوتوماتيك. انا بستبدل نوع العيش، وبعد كده بدات اشيل حاجات من اكلي، مش عشان خاطر انا شاكك فيها، عشان ما بحبهاش قوي. يعني البيض كنت باكله مره في السنه في الشتاء بس، وهي كرتونه واحده كنت بجيبها في السنه. الفول كنت بحبه فبدات اشيله، فلقيت نفسي فيزيكالي برتاح. بدات احط قواعد، معنى كان الاكل بيضرني فيزيكالي الاول، يعني هو الاكل نفسه بتضر بطنك الاول فيزيكالي، ما هو انت واكل حته فول دي هتعمل فيها فيزيكالي قبل ما تاثر فيك كيميكالي، قبل ما اقول محتواها الكيميائي ايه. يعني لما حد يقول لك الخضار كله فيتامينات، يا باشا هو الخضار ده هيتهضم ولا لا اصلا؟ واحده حكيت لكم واحنا قاعدين من كام يوم ان انا كنت ساعتها قاعد مره فعمال اقول يا رب هو السمنه بتحصل ليه. الكلام ده في 2000 مثلا و17
مثلا حاجه كده، او اخر 17 يعني اول 18 حاجه زي كده. قعدت افكر السنه بتحصل ليه؟ طب يا ترى ايه فرق الدقيق الاسود من الدقيق كامل حبه؟ طب نجربهم عملي. طب يا مدام قومي هات لنا دقيق ابيض ودقيق كامل حبه، وهات لي شويه قمح بليله نضربهم في الكبه، وهات لنا شويه رده من عند جارتنا فلانه نحطها على الدقيق الابيض ده. فبقى عندي كذا صنف، دقيق اسمر بيتباع من السوبر ماركت، ودقيق ابيض، ودقيق ابيض خلطه برده نسبه 1:1، ودقيق تاني نتج عن طحن البليله دي. وحطيتهم على بعض، خلطتهم وحطيت نسب ميه ثابته ونسب خل ثابته، وبدات الزق بيهم ورق. بعد شويه بقى عارف وجدتها بتاعت ارشميدس، الطفو كان عملها في الحمام اما لقى الكيب يطفو فعرف الطفو. فانا قلت لها بس انا حليت الموضوع، ايه مش ايه ومش عارف ايه. حاولت افهمها طبعا ما فهمتش حاجه، فدي خدت السكه يعني. اصل ما بيفهمنيش بقوم الله يسامحك. ما خدتش. بعد البق قالت لي ما فهمتش، وشهر واحد كانت هي خلاص يعني اكسبايرد. خلي بالك انا كنت دايما اي حد يقف في سبيل حريتي كنت بديله كارت احمر. اي حد بالمعنى واقصدها، اي حد. مفهوم. يعني مش زوجه بس، عيال كمان. ابويا وامي لما خلفوني انا اعتزلت، عارف اعتزلت عشان خاطر انا في تفكيري ما حدش يشتته ولا حد يثني لي قراراتي. فمعنى وجود حد معايا ممكن يقلل من تفكيري او يعطله او يتفه منه او يقف قدامي يضاد ويقول لي الراي والراي الاخر، ما كنتش بقبله. كنت ديكتاتور جدا، فكان السيركل اللي حواليا كانت محدوده خالص. حتى عيالي انا ما كنتش ارتاح معاهم في الكلام، خلاص لكم دينكم ولا دين، بس مش هتقعد معايا. اقعد بقى في الحته اللي انت ممكن تمارس فيها طقوسك، وانا اقعد لوحدي ما عنديش مشكله. فكنت قرب سن ال40 كنت لوحدي خالص، لا اصحاب ولا زوجه ولا اولاد، وحتى اهلي خدوا مني جنب اعتبروني مجنون. واخويا الصغير طبعا هو استاذ اوعيه دمويه، فهو كان من اشد المناهضين لكلامي. فبالتالي احنا حتى على الناحيه البراكتيكال ما كناش متوافقين. فاعتزلت الناس كلها. ما سمحتش لحد انه ياثر على تفكيرك ولا حتى يناقشني فيه، خلاص هو قفل. عشان جربت وشفت نتائجه. لا، وبعدين بقى لي نظريه. اصل النظريه معناها ايه؟ ساينتفك بيز. خلاص انا مش مستني حتى، انا كنت لسه ما عملتش عياده. خلي بالك انا كل ده ما عملتش عياده. انا بعد ما بدات النظريه عملت تشابترز. الشابتر ده يخص الجراحه العامه، خد يا فلان حطه في عيادتك وفكر فيه. بتاع قلب خد يا علان ده حطه في عيادتك وفكر. انا مش بتاع عياده لسه، راجل بتاع رعايه وعندي شركات، فعندي فلوس وعندي بوزيشن. خلصت، مش عايز عيادات انا. خد يا وفي امريكا وفي كندا زمايلي ابعت للتشابتر واقول له اقراه، ده بتاع الاتش دي ال والال دي ال، مفيش حاجه اسمها كوليسترول دار، واقرا الموضوع من A to Z. مفيش اكل لسه، انا بتكلم المفهوم نفسه مفهوم غلط. خد يا بتاع الجراحه العامه اعرف ان التكميم بيعمل حصاد في المراره. هقول لك ليه. التكميم بيجيب امراض مناعيه، هتعرف ليه. خد يا بتاع الجهاز الهضمي اعرف ان مثبطات الحموضه بتجيب امراض مناعيه وسرطان وعقم وارتخاء عند الرجاله واكتئاب، وغير الاكتئاب طبعا. ادي كل واحد شابتر. فطبعا الشابترز دي اترمت في الادراج، وكل واحد بيحافظ على مشاعري ما ردش، واللي ما بيحافظش قال لي نونسنس. فبقيت مضطر ان انا انزل عياده تطبق بقى ما هو انا اللي هطبق، انا اللي هتكلم واطبق دلوقتي، ما حدش هيقف معايا. طب هفتح عياده ايه وهقول للناس ايه؟ بعالج كله؟ طب عندي الحل لكل حاجه؟ طب اقولها تغذيه علاجيه وابقى شبه العبط بتوع كراته وفجله وجرجيره؟ هبقى عبيط كده؟ طب انا مش ناسي اول عيانه، اقسم بالله ومش ناسيها، كان اسمها غاده توفيق. جات لي في العياده وبعد ما جربت النظام وكلامي كنت انا عندي لسته بالاعراض اللي هسال عليها. فتلاقي الواحده من دول تقول لي ايه علاقه الاكل بالدوره الشهريه؟ انت كنت كاتب لها الدوره الشهريه منتظمه ولا لا؟ في الم قبل الدوره ولا لا؟
بيجي لك تصبغات والم في صدرك ابدار ولا لا؟ عندك هوت فلاشز وهبات ساخنه ولا لا؟ فتقول انت مالك ولا القصه دي؟ طب في رعشه في ايدك ولا لا؟ بيجيلك تشنجات في رجليك ولا لا؟ حاجه و60 عرض انا مقسمهم وهو بيملاهم وانا باخد هيستوري. ففي عيانه اسمها غاده توفيق كانت في الايرلي 50s جايه تقول لي ايه، هي كانت مانيكان الصراحه وكانت اموره قوي، مش ناسيها خالص العينه دي. فكان عندها البيكينيز بس هنا الحته لما بتلبس بيكيني في حتتين بيبقوا مدلدلين كده. سكيني فات فده بره السكوب بتاعي، انا راجل بتاع طب يعني. هو تغذيه علاجيه دي كفته بس انا يعني كاتبها عشان اقول للناس ايه. طيب انا هتكلم في الاكل في الاخر صح. المهم راحت اسبوعين البتاع اختفت. دي صعبه جدا. استنى بس جدا ده حاجه جداً. تانية. والدوره الشهريه جت من غير بين، ورعشه ايديها وسخونيه رجليها راحت. فالبت قاعده قدامي عماله تقول لي انا مش عارفه اقول لك ايه، بس هقول لك حاجه واحده بس. هتفضل طول عمرك تقول للناس بطلوا الاكل بس كده؟ انت خساره تقول الكلام ده. قلت لها وانا لازم احط حاجه في حاجه عشان ابقى كويس؟ هفكرك يا غاده، الكلام ده من 6 أو 7 سنين. قلت لها هفكرك انت في يوم من الايام هتقولي الراجل ده انا قعدت معاه نص ساعه، لان انا كلامي مش هيبقى هنا، كلامي هيوصل اخر الدنيا وفوق مرمى بصرك. اصلا انا ما قابلتهاش بعديها، بس انا فاكر القعده دي كويس لان انا يوميها روحت متضايق. لان اللي بقدمه محدش عارف يتمنه ولا يقدره. يعني انت بتاخد مني اوردر بسيط، امنع هتبقى كويس في كل حاجه. وكان الناس بتستغرب ازاي اسال على الاسئله دي. انا كنت حر، كنت بقعد مع العيان في الاول ساعه ونص نملى مع بعض الورقه. انا كنت بعمل الدراسه عندي بقى، مش هي دراسه بكملها مش تطبيق. وعشان ارسم تراك صح كنت لازم اعمل سيرفيلانس صح. فاول 100 عيان كانوا عندي اهم 100 عيان. الريسلس ليك سيندروم، يخش ينام رجليه تتشنج ويصحى من النوم راحت. الشعر هير لاين يطلع من اول وجديد. الشيب يخف. النظر يتحسن. الهبات الساخنه راجل وست تروح. حرقان البول، التبول لا ارادي يخف. بعد كده اتجرأت على السكر وعلى التصلب الويحي وعلى امراض الشرايين. وكنت بتكلم مع ناس مش بالتحاليل، بالاشعاعات. يعني انت عندك مشكله في الشبكيه، مش تحليل ده، مش قيس سكر، انا هعمل فندس قبل وبعد. كان عندك بؤر فيها اسكيميا او نقص ترويه، بعد شهرين راحت. الاوبتيك ديسك اللي هو العصب البصري كان فيه مشكله وتوريمه وفيه انعدام ترويه، بعد شهرين راح. القلب ابو دعامه يا عم قسطروه ما فيهوش حاجه. لكن ما تقوليش بقى سيرم كرياتينين، هضحك لان انا عارف الكرياتينين ده بيتكون ليه وبيعلى ليه. ما تقوليش فشل كلوي. انت بقى فسرت الورق ده على هواك عشان العيان ده تشتغله. طب ايه تفسيره؟ اللي هو ايه؟ ينفع يتقال بسرعه؟ اللي هو ايه؟ السيرم. الكرياتينين لوحده ده فضلات عضلات حضرتك، يعني ما ينفعش ينزل عن نسبه معينه. لو قل يبقى انت عندك ماسل ويستنج، ولو زاد يبقى العضلات دي بتعمل تيرن اوفر عالي. لان الكرياتينين فضلات الكرياتين، والكرياتين فوسفيت ده زي الاي تي بي بتاع العادي بس بتاع العضله. فما يعلى يبقى ايه؟ برودكشن عالي، يبقى العضله دي اندر ستريس دلوقتي نقطه. واليوريا لا، ده اليوريا دي بقى انا بصنعها. ما هو الاثنين بقى هم بيحطوهم جنب بعض، مع ان هم ما بيعلوش مع بعض وما بينزلوش مع بعض. واحد ساعات تلاقي ده يعلى وده قليل، وده يعلى وده قليل، وساعات يعلوا مع بعض. الاثنين مشتركين في ايه؟ في ان هم نيتروجينس بيز بس. وهو اقنع العيان ان الكليه وظيفتها تصفرهم، هم العليا عمرهم ما بقوا صفر. اليوريا بقى نفسها بتتصنع في الكبد، فين؟ في الميتوكوندريا. فين؟ في الميتوكوندريا، بارلل للكريبس سايكل اللي هي فين؟ في الميتوكوندريا. يبقى معنى كده كل ما الف كريبس زياده اعمل يوريا زياده. طب اليوريا في حد ذاتها ايه؟ دي مخزن لابايل للنيتروجين. ما انت دلوقتي عشان تكون حمض اميني عايز سكر وذره نيتروجين. طب السكر عندي انا هكونه في الكبد، يوم الكبد ان بارلل في نفس الكريبس اللي هتعمل سكر تبقى عامله جنبه ايه؟ يوريا.
وقت بحب اعمل امينو اسيدز اعملها في العضلات بالاثنين، اجيب الجلوكوز اللي الكبد مصنعه واجيب اليوريا اللي الكبد مصنعها. الكبد مصنع، كلمه كبد مصنعها، الجسم لا يصنع ماده تضر، انا بصنعها اون بيربس. ده وظيفه محدده في الوقت المحدد. اي مين عمدا. عمدا. انت صايم بقالك كام ساعه؟ 16. كلت حاجه؟ ما كلتش. لو قيس سكرك هلاقيه مظبوط او هلاقيه عالي كمان. لو لعبت رياضه يعلى اكتر. لو دخلت في ستريس عصبي يعلى اكتر واكتر. لو دخلت حرب يعلى اكتر واكتر. منين يا بيه؟ انا ما اكلتش حاجه. عندي مصنع بقرقاص هنا يجيب لاكتيك بايروفيك من العضلات، لاكتيك بايروفيك من كرات الدم الحمراء فضلات، واحولها جلوكوز. في اعجاز اكتر من كده؟ خلقنا يعني الإنسان في أحسن النظريه تقويم. اللي انا فهمته ان النظريه مش بس نظريه يعني على الورق، انت لا، ما انا باشا خدتها باساس علمي احنا خلقنا بقى تطبيقي ايوه تجريبي نظريه. تجريب، تطبيق، نتائج، رواد. قفلت الدايره، مش عارفين يكسروها بقى. فعشان كده قالك ضياء عامل كالت، عامل فصيل في مصر وبره مصر. انا معايا بره على فكره، بره مصر عليك اكتر من مصر، واكتر ناس نقضوني في مصر. طب هو ايه الاهم، النظريه ان هي تكون صح ولا يكون عندك ناس؟ النظريه لو مش صح ما يبقاش ليها ناس. نقطه. ما هو انا دلوقتي انا ما عنديش ابواق اعلاميه، صح؟ الابواق الاعلاميه فين؟ في الاف دي اي. ما هو اف دي اي فود دراج. فهموا الايه بتاعت ابراهيم، الذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت، صح؟ ماشي. فود وراه دراج. ايه علاقه الفود بالدراج؟ ما هم عاملين لها منظمه. يبقى انا بعد كده بينهم ديزيز، فود، مرض، دراج. هو قفل السايكل. لكن ربنا قال واذا مرضت فهو يشفين. هو قال لك لا، انا اللي هشفي وانا اللي هكتشف المرض المبكر. مفيش حاجه اسمها كده. من هو اللي بيمرضنا اصلا؟ ما هو اللي بيمرضك. ما انا هاكلك غلط، همرضك بسرعه اعالجك وعلى طول بقى، مش عالجك كمان. لا، هو انا هقول لك انا افضل بعالجك. اديك دواء لحد ما. فانا لو اديت توصيات غذائيه غلط همرضك بسرعه. يا دكتور، الشاب او الشابه في اول الاربعينات ودلوقتي بقى اصغر كمان، الثلاثينات بيروح الدكتور بياخد دواء سكر ودواء ضغط خلاص انا في سن فور لايف. انا في سن ال 19 سنه رحت للدكتور اسمه ضياء سيف الدين. كان استاذ بطن عندنا، او كان اسمه حاجه ضياء اعتقد، بس هو كان اسمه ضياء يعني. اول ما دخلت عليه قال لي، بقول له انا خملان وتعبان وهلكان. قال لي غده، اعمل تحليل غده. لقيته كويس. تحليل كوليسترول لقاه عالي. قال لي انت ابوك عنده ضغط او قلت له عنده ضغط. قال لي ما هو فاميليال هايبر كوليسترينيم، وعم اديني دواء اسمه كريستور او اتور مش فاكر. خدت الدواء ده مره، صدري كان هيتقطع من كتر الالم. المنطق يقول ايه؟ ارمي الدواء في الزباله. وقفوا على طول. مش هرجع له اصلا. انت بتعالجني على ورقه والخمول مش هيروح. انت جبت لي الم زياده. العيان مش هيعمل كده. ليه؟ لان العيان هيخاف. لان الدكتور بالنسبه له اوردر بتاعه ايه؟ اوردر الهي. وبعدين هو بيقول له التاني ايه؟ يعني اما الدكتور يقول للعيان بتاعه لو ما جيتش جلسه الغسيل هتموت. يا باشا هو نسي آية. ما هو يا باشا احنا بعدنا عن الدين فعبدنا بشر زينا. وما لنفس أن تموت إلا بإذن الله أجلا كتابا مؤجلا. صح؟ مش بان في وجود المرض، بس احنا ربطنا المرض بالموت. النبي قال ما من دواء إلا وأنزل الله له، ما من داء إلا وأنزل الله له دواء علمه من علمه وجهله من جهله إلا الموت. يبقى معنى كده ان انا لو وعيت هعيا حاجه من اتنين، يا عيا مؤقت يا هموت. صح ولا مش صح؟ عشان كده سيدنا علي بن ابي طالب اما جه عي وطول، وهو كان امير المؤمنين وقتها، عي والعيا بتاعه طول شويه، حمى. وكلمه عيا معناها ايه؟ عرض قوي. حمى، رمض في عينه، سخن اسبوعين ثلاثه، الم مش قادر يقومه من على السرير يومين ثلاثه. انت فاهم قصدي؟ ده المرض. مش حاجه اسمها اصل انا عندي قصور كلوي وقاعد بيهز رجلي. ايه ده؟ لا ايه ده؟ هو انت كده مريض؟ انت كده عبيط مش مريض. والله. يعني ينفع واحد يقول لك ايه؟ انا مش ما بعرفش اصلي وانا قاعد عشان ضغطي بيعلى. انا عايز باشا، عايز مرض. فلما علي بن ابي طالب مرض وقعد اسبوعين ثلاثه مريض، فجم اصحابه اللي حواليه قالوا ايه؟ وصي بقى، اوصي، قد يكون
الموت. قال لهم لا مش هموت دلوقتي، لن اموت حتى تخضب هذه من هذه. كان النبي قال له كده، قال له يا علي لن تموت الا ان تخضب هذه من هذه، فعلم انه سيقتل. فموضوع العايه ده اعتبره طارئ، ولو انه ايه يا طارئ طول شويه. نعم. فانا معي قدامي حاجه من اتنين، لو سخنت مثلا او اسهلت او جالي ترجيع هقعد اقول ايه ده مرض ان شاء الله هيروح، ولو ما راحش انتظر الموت بقى واوصي. انتهت القصه. طالما انا لجأت للعلاج، ما هو أنا العلاج بتاعي ايه؟ هتصوم وهتمنع عنك اكلات معينه وتداوى بالعسل. اما جه الاعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم قال له ان بطن اخي مستطلقه. يعني ايه مستطلقه؟ يعني مفتوحه اسهال. فالنبي قال له شربه عسلا. فالراجل راح وجه بعد يوم، ما والله ما زادته الا استطلاقا. فقال له شربه عسلا. فراح وجه تالت يوم قال له والله ما زادته الا استطلاقا. قال له صدق الله وكذبت بطن اخيك. تاني رابع، اول يوم الرابع بقى جاله قال له شوف يا وقار يا باشا، يبقى اديني الثلاث ايام بقى واحنا نجرب معاك. ربنا قال على العسل فيه شفاء للناس، شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس. عمره ما قال على عنب ولا تمر ولا قمح ولا حنطه ولا حبوب انها فيها شفاء. يبقى الشفاء الوحيد على وجه الارض ايه؟ العسل. 90% من مكون العسل ايه؟ سكر جلوكوز. دكتور محمد بقى ايه؟ نقطة. هيسألك بقى سؤال مهم. نقطة. دكتور ضياء، احنا تابعنا حضرتك في لايفات كتير وشفنا فيديوهات كتير على نظرية الطيبات او نظام الطيبات هي النظرية مش الطيبات، هو النظام الطيب. نظام الطيبات. لكن النظرية نظرية الجسم متشافي ذاتيا. أيوة. اصلا بشكر حضرتك جدا. يعني فرق الاثنين من بعض. أيوة. النظام ده التطبيق، هعالج ازاي. لكن النظرية لا، الجسم لا يمرض، او اذا مرض فهو يتشافى. خلاص خلصنا يعني. انا كنت عامل كتاب بس ما كملته، او كان عنوانه اصل العلل بين الحقيقة والدجل، على غرار الكتب بتاعت ايام الاندلس. وما كملتوش لان هو اصله كده، العلل اصلها ايه بس وخلاص. يبقى دي النظريه، لكن تطبيقها كان لازم يكون في وجود في شكل حاجه بروتوكول. فكنت عامله في الاول بروتوكول اسمه ممنوعات ومسموحات. فبقوا كانوا بيكتبوها ازاي الناس بقى اللي هم بقوا مؤيدين في الاول، انه شافوا معجزات. انا في ناس كانت مشلوله قامت، ناس عندها بهاء وخف. فالناس دي بقوا متابعين بحرقه بقى وشايفين الظلم اللي بيقع عليا، لان عيادتي اتقفلت 3-4 مرات في الاربع 5 سنين دول يعني. والله كل ما افتح يقوموا قافلين، لجنه نازله كامله. جايين ليه؟ نشمع. ليه يا باشا؟ معكش ترخيص، والترخيص واقف من الوزاره مقصود، يعني مش عايزين يدوني الترخيص عشان يقفلوها بحجه، فاهم قصدي؟ فكنت في مره في سوبر ماركت، وبعدين الناس عاملين يكتبوا ليه نظام الممنوعات والمسموحات لصاحبه الدكتور ضياء العوضي. ايه يا عم ده عنوان شارع. وانا في السوبر ماركت عمال اختار حاجات واحط في الزكيبه اللي معايا دي. فقلت لهم ايه رايكم يا جماعه نختار له اسم تاني. كنت ساعتها بقارن صدر الفرخه من صدر الرومي من اللحمه الموزه، وانا ماسك قدام الولا كان اسمه علاء، هو عارفني وانا زبونه اصلا يعني. بقول له يا علاء ايه فرق اللحمه دي من دي؟ قال لا يا باشا لا، هو في مقارنه بين اللحمه وده، مع ان هو نفس البياع. قلت لهم طب ممكن تطلع لي فطلع صدر الفرخه. فقلت له الشريطه دي عمرها ما تتهضم. قمت ماسك الصدر كده، وطبعا كل ما الصدر يبقى كبير زي بتاع الرومي ده استحاله يتهضم. حلو الكلام. فانا بحكي قلت لهم طب نختار للنظام ده اسم، بلاش ممنوعات ومسموحات، وبلاش ضياء العوضي اصلا اتقال، عشان ما حدش يكره النظام من اسمي. في ناس هتكرهني انا شخصيا، شخصيتي يعني، هيقول لك متكبر مغرور متعجرف، بيتكلم الناس من مناخيره ولا مش عارف من ايه، كلام كده. فمش عايز حد يكره النظام عشاني اصلا، يكرهني انا على جنب، والكره والحب موجود. لكن نختار اسم سهل. ايه رايكم ربنا قال كلوا من طيبات ما رزقناكم، نسمي الاكل ده الطيبات واحنا اللي بنختارها، لان الرب ما حطش الطيبات دي ايه، سابها ليك انت للسنس بتاعك. فاهم قصدي؟ كلوا يعني قال للرسل
يا ايها الرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم. يعني الرسل يختاروا ايه؟ الطيبات. عشان كده قلت النبي لما دخل خيبر بعد حصار شهور، جه على صوامع البقول والعدس والحاجات دي، لهم ليس لنا فيها داعي، خلوها لهم دول. صوامع الحنطه والشعير تبعنا، المعيز والخرفان والانعام بتاعتنا، لكن دول ما يخصوناش، ما بناكلهمش. من له فيه حاجه فليأخذ. يبقى معنى كده ان النبي كان مولود على فطره معينه، لان هو كان قرشي، فقرشي ما بياكلوش الحاجات دي اصلا. اللي جم بقى منين؟ اهل المدينه، من اختلاطهم بيهود المدينه كانوا بياكلوا الحاجات دي، ياكلون البصله والثوم. عشان كده ابو ايوب الانصاري كان ده اللي استضاف النبي في الاول في بيته. فالنبي كان كل ما تجيله هديه من زبيب او تمر او سمن او ما شابه ياكل، وما من فضلته يدي لمين؟ لابو ايوب، لحد ما ابو ايوب لقى شوالين بصل وتوم جوله كاملين، فهم ان النبي ما خدش منهم، صح؟ فقام رايح على النبي قال له احرم وكان ابو ايوب ده من الانصار يعني من المدينه، احرم؟ قال حاشا لي ان احرم ما احل الله، لان الرب ما حطش فيهم تحريم مباشر، ولكني اكره ريحهم. حلو الكلام. فاللي عايز يبقى شبه النبي ما ياكلش بصل وتوم. امير المؤمنين عمر بن الخطاب وهو امير المؤمنين، يعني بيفتح فارس والروم، طلع في الناس خطب يوم جمعه، مش يا ايها المسلمون، قال يا ايها الناس اني والله لا اراكم الا وتاكلون من شجرتين ولا اراهم الا خبيثتين، هذا البصل وهذا الثوم، واني والله لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شم ريحهما من احدهما في المسجد اخذ بيده الى البقيع. والنبي قال في حديث من اكل منهما فلا يلزم لا يصحبنا في مسجدنا هذا، صح؟ خلاص. يبقى معنى كده ان اعتزالك حتى للشخص اللي واكل بصل وتوم ده فرض عليك يا عم. الريحه بتاعته مش طايقها، ريحه بقه بس، لا، ريحه مخرجاته كلها. صحيح. فاحنا اخترنا الطيبات بناء على فطره الانسان. انا كنت عايز بس اضيف نقطه في الحته دي، ان اخر 10 سنين النظام الغذائي طلع فيه حاجات كتيره جدا، يعني في طلع الكارنيفور، طلع الفيجيتيريانز، والطيبات بيتقاطع معاها في جزء من الانترميديت فاستنج، الصوم المتقطع. فليه الهوجه اللي طلعت على الطيبات؟ فانا لما يعني لان الطيبات عالج لان كل الكلام اللي في الطيبات موجود في لحظه ما عدا حاجه واحده بس. انا كنت عايز لا مش عدا حاجه واحده. الكارنيفور فيه فراخ، في بيض، في بيض وفراخ، في حيوانات اللي هتفكر ليه ما اسمه كارنيفور. في لحوم، كلها بيض وفراخ يعني هم ساووا كل اللحوم زي بعض. الطيبات لا. فالطيبات عالج يا باشا، انت تفهم قصدي. الطيبات اما ما تحطش عشان اهواء او فكر العبط بتاع بروتين ومش الكلام ده، لا. الطيبات قلنا طيبات يعني الجسم ما ياكلها في حدودها المسموحه لن يمرض، نقطه. فالطيبات هاجوا عليه لان الناس بطلت دواء، بقوا اصحاء وبقوا فاهمين ميكانيزم، فحصل عليه هوجه لان الناس نفسها ما بقتش تروح للدكاتره. بس انا اقدر اقول المجتمع الطبي اكتر حاجه صدمته راي حضرتك في السكر. انت عايز تيجي عند السكر، صح؟ طب انا دلوقتي هو مثال بسيط. هو العسل كيميكالي ايه؟ سكر. مين اللي عقده؟ هو سكر معقود، النحله. لو احنا جبنا مدام مروه دلوقتي قلت لها يا مدام مروه هديكي سكر ابيض، تعرفي تعقده لنا؟ هتقول لي اعرف اعقده. هتحطه على ميه وعلى النار، وهتحط عليه مش عارف عصره ليمون وتلفه على النار شويه وتعقده، صح؟ طب ربنا عمل لك معقود من عند النحله. واحد هيرد عليك يقول لك ايه؟ لا، اللي في النحله جلوكوز لكن ده سكروز. ما هو ده برضه حمار، لان السكروز ببساطه عباره عن جلوكوزايه ماسكه في فركتوزه، يعني ده سكرايد، سكر ثنائي. بالسكريز اللي هو موجود في لعابك وموجود في معدتك في الاثنى عشر هتفك بقى جلوكوز وفركتوز. ذاتس ات، خلصنا. انا بعرف اقول لك اعمل العسل، ربنا بقى خلقه لي معمول. هقول لك لا اصل العسل فيه فيتامينات وفيه بتاع، يا باشا لا. هو حتى ربنا ما قالش ايه شراب هو شفاء للناس، لا، ده الشفاء فيه. طب هو اكتره ايه؟ سكر.
يعني هتتغاضى عن 90% وتقول ال 10% دي الشفاء، يبقى انت غلطان. طب اقول لك على حاجه تضحكك، النحله دلوقتي بياكلوها ميه بسكر. ايوه، المناحل ما بتغشش العسل نفسه، لا، بتغش يقول لك النحل. ايه، انا هجيب المنحل بدل ما احطه في الجبل والنحله تروح وتيجي على راي الولا اسمه ايه بتاع العسل المنوكه ده. لكن اللحمه لو تعرف النحله قاست قد ايه، ده راحت 8 كيلو رايح جاي من غير ما تقول اي. طب انا مالي، قالت اي ولا ما قالتش اي، انا في الاخر خدت عسل صح. فصاحب المنحل يعمل ايه بقى، يحط لها بيعمل لها اولا المنحل الخلايا بتاعتها دي يعملها لها بشمع البرافين عشان ما تبذلش مجهود، وعشان يسهل عليها، هو ما فيش موسم حاجه وما عندوش حواليه زراعات، يحط لها براميل ميه بالسكر. النحله خدت الايه، السكر الابيض وعملته ايه، عسل. فرق العسل بتاع النحله ايه عن بتاع الاستاذه؟ ولا حاجه، هو فببساطه كلام صادم. مش صادم، كلام ماشي مع اللوجيك، ما هو منطقي بس صادم. سو لوجيك. تمام. طيب الحاجه الادهى بقى، انا عندي فركتوز هيطلع من ورا وجلوكوز، يعني لو خدت كيلو سكر اكلته هيطلع لي 500 جرام جلوكوز و500 فركتوز. دكتور ضياء، هو الفركتوز مضر ولا لا؟ هيقول لك في فركتوز نباتي وفركتوز بتنجاني. هو الفركتوز فركتوز 6 كربونات زي الجلوكوز بالظبط، يعتبر الجلوكوز ايزومر، وانا عندي حاجه اسمها ايزوميريزم، يعني انا اعرف احول الفركتوز لجلوكوز والجلوكوز لفركتوز. يعني هو جاهل بايوكيمستري. فالنبي ما تحاسبونيش على الجهله ومروجي الاشاعات، حاسبوني على العلم. الراجل ده صيدلي كيميائي، المفروض هو اللي يرد الكلام ده، عيب. يعني سؤال ما تساليش انا كده. علاقه السكر بقى بالانسولين؟ مفيش علاقه بين السكر والانسولين خالص. الانسولين مش هرمون بيوطي السكر، الانسولين هرمون يخزن المأكول سواء سكر او غيره. بمعنى لو شربت ميه دلوقتي زي اللي شربناها الانسولين طلع. طيب هقول لك معلومه، والمعلومه دي مش صادمه المفروض بقى. لو انت كلت سكر وحقنت سكر في الدم، اللي كلته يطلع عليه انسولين واللي حقنته ما يطلعش عليه، ما هو نفس الكميه. تاني، انا عارف الاجابه منك. انت عارف الاجابه لان هو الانسولين هيطلع على اضطراب الجهاز الهضمي. طب تاني حاجه، لو انا شربت دهون وحقنت في الوريد دهون، الدهون اللي شربتها يطلع عليها انسولين واللي حقنتها ما يطلعش عليه. طب شربت احماض امينيه وحقنت في ايدي حماض امينيه، يطلع على اللي شربته انسولين وما يطلعش على اللي حقنته في الوريد. لو شربت ميه هيطلع انسولين بفتره ترانزيانت بس هيطلع. يبقى الانسولين يا جماعه هرمون sparing the food absorbed، ايا كان اللي طلع من الاكل اللي كلته. تاني ولا سهله؟ يعني الهرمون، انا قلت على الانسولين كلمتين، هرمون معوي. يا ابن اللذينه، شفت شاطر ازاي اهو، شاطر ازاي. مع انه قاعد نفس العادات بتاعتنا. هرمون معوي بيطلع من الامعاء. هقول لك ازاي ده من البنكرياس. ايوه البنكرياس ما هو غده قنويه في ديلها، في 1% منها بتطلع هرمونات، نص بيطلع جلوكاجون ونص بيطلع انسولين. ازاي تحاسبني وتقول البنكرياس ده كله غده صماء؟ يبقى انت كذاب، انت بتضللني. هرمون معوي يعني بيطلع من غده ملحقه بالامعاء ونهايته او الفاينل ستيب بتاعته في الكبد، لان ربنا خلق الكبد ده في نهايه مطاف الامعاء كلها. لو افرض انت اكلت دلوقتي زرنيخ، بعد ساعه هيبقى فين؟ في كبدك، صح؟ وببساطه ايه هيبقى فين؟ في الكبد. في الكبد هيروح فين؟ الامعاء امتصته وطلع على الكبد. عشان كده الكبد مكان التوكسيستي ومكان الانتوكسيكيشن. يعني لو شلت الكبد دلوقتي البني ادم يموت في 3 ثواني، ما ياخدش حاجه، بيتسمم. لا في ساعتها يموت بسمومه، في ساعتها، لان مليان بكتيريا. انت في بطنك فيها مليارات وبلايين البكتيريا، فطول النهار انت بتطلع توكسينز. مين اللي بيلقطها؟ الكبد. لان حاجه اسمها ايه؟ دوره دمويه بابيه كبديه. الانسولين افرض طلع 10 وحدات على اكله انت اكلتها. طب اقول لك على حاجه تضحكك، انا زمان كنت بتحداهم، اقول له هات يا عم 2 قيس السكر عند الاتنين دلوقتي. حلو، نبيل وطارق مثلا زي ما احنا قاعدين كده، الناس اللي مستضيفاني الحلوه دي حبايبي واخواتي، هنأكل طارق كيلو سكر ونقيس له السكر في الدم، وهنأكل نبيل علبه زبادي ونقيس الاتنين السكر. الراجل ده مش هيقلع عنده السكر سنتي، والراجل ده سكره يبقى في السما.
عشان دي حاله التهابيه حصلت، ولو الالتهاب ده ما قابلوش كورتيزون الراجل ده يموت. لان انا حاله الالتهاب محتاجه مني ايه؟ تغذيه عاليه. ايه المغذي الاوحد للدماغ وللعضلات وخلايا الالتهاب وخلايا المناعه؟ السكر. السكر مصدر الدي ان ايه. عشان اعمل شريط دي ان ايه عايز 3 مليار شريط واحد عايز 3 مليار ريبوزة، سكر خماسي. وانا ما عنديش حاجه اسمها سكر خماسي غير بتحويل الجلوكوز لريبوز عن طريق شنط اسمها HMP شنط. يبقى عشان اعمل دي ان ايه عايز 3 مليار جلوكوزة تتحول لايه؟ ل 3 مليار ريبوزة. طب بلاش، الراجل بيطلع 1500 حيوان منوي في الثانية الواحدة. اتبسط بقى. الراجل يعني بيطلع 1500 ايه؟ حيوان ايه؟ منوي. في ايه؟ في الثانية الواحدة. يعني في اليوم لو حسبتها 150 مليون حيوان منوي قابلين للقصف النهارده. 150 مليون خلية، 150 مليون نواة هرميهم بره جسمي دلوقتي النهارده اخر اليوم، صح؟ اجيب لهم منين انويه؟ ما فكرتش فيها انت دي. انا بصنع. طب بلاش، انت كل يوم بيقع شعر وجلد فوق ال 200 مليون خليه، هقعدهم ازاي؟ انويه يعني ار ان ايه دي ان ايه. فاهم كلامي ولا لا؟ سهله ايه؟ عرفت كنت ببسط المعلومات ليه للناس؟ عشان الناس العاديه تفهم. بص انا مش لازم افهم الهرم اتبنى ازاي. ومعانا المهندس يوسف اول ما جه هنا عرف الباركنج فين. هو مهندس. انا مش وظيفتي افهم اتبنى ازاي، لكن وظيفتي اعرف جسمي ازاي وهو يعرف جسمه ازاي. المنظومه الوحيده اللي لازم كل واحد يعرفها هي جسمه. ما تقولش الدكتور هو اللي يعرف. فاهم قصدي؟ مش لازم اعرف ده اتعمل ازاي. في واحد هيصنعه وفي مهندس ابتكره، مش مهم، انا اعرف استخدمه. لكن جسمي لازم اعرف انا جالي امساك ليه صدعت، ليه زغللت، ليه مش عارف افكر، ليه مش عارف انام، ليه بيجي لي كوابيس، ليه بخاف من الضلمه. لازم اعرف. وما انا هعرف ايه؟ هعرف انا قاعد ادور طول حياتي على سر بناء الاهرامات ومش عارف انا ليه عندي بانيك اتاك. ايه العبط ده؟ يعني انا اعتقد ده اللي نونسنس يعني الانسولين ملوش اي وظيفه تانية ان هو تخزين. ما هو سبيرنج بقى. يعني بدل ما اكل الاكل يقع في الزباله بيخزنه في الكبد. ما هو طالع ايه؟ هرمون ستورج. هرمون ايه؟ ملوش اي وظيفه ان هو يدخلها في الخلايا نفسها. خلايا ايه؟ ما انا قلنا قبل كده دخول عايزين دي، قلنا عايزين ليها شاشه بقى ما تطلعش عيني. لا دي محتاجين نفهمها لان نبذه بس. لان الدكاتره ردت عليها في الحته دي. انت كده هتعصب. معلش. قول لي دكاتره ايه؟ انا يا باشا قلت خلاص وانتهينا. بص يا باشا، الجسم فيه 38 تريليون خليه. ايوه نحفظ الكلام بقى ورا بعض عشان ما بقول هي الحته دي مهمه. 38 تريليون، منهم 28 تريليون كرات دم حمراء. حلو. التراكم اللي بيعلى ده معنى كده ان السكر دخل جوه الخليه بتاعت كرات الدم الحمراء بطريقه ملهاش علاقه بالانسولين، صح؟ ادي واحد. المخ فيه 100 مليار خلايا عصبيه. الجلوكوز بيخش جوه مخك من غير انسولين، صح؟ طيب عضلات حضرتك بيخش فيها الجلوكوز من غير انسولين، ما عدا عندها بوابه اسمها جلوت 4 الانسولين بيدخلها فيها، دي بقى ده اكسترا دور. خلايا الامعاء بيخش فيها السكر ازاي من غير انسولين؟ يبقى كل الخلايا بيخش فيها جسمك السكر من غير انسولين، لان لو كده الانسولين نقص انت تموت، مخك يموت، صح؟ مش هيخش سكر. صحيح ولا انا؟ صح. طب طالما صحيح بسأل سؤال ليه؟ بس عشان نفهم وفاهم الناس اللي مش فاهمه. طب هسأل سؤال تاني. لو انا اديتك جرعه انسولين عاليه انا اعرف اموتك بالانسولين دلوقتي. الانسولين بيموت اصلا. يعني منين بيموت ومنين علاج؟ هقول لحضرتك على حاجه، لو واحد دايخ وقع في الارض بتقول الحقونا بالانسولين ولا بتقول الحقونا بالسكر؟ الماء بسكر. مين السيفنج دلوقتي؟ الماء بسكر. ازاي لايف سيفنج وانت قلت لي امبارح سم ابيض؟ يعني انا ما بقولش حاجه، انا بسمع بس. طب هنرجع تاني للقمر ده. بص يا باشا، الجلوكوز يدخل الخليه عن طريق 17 ترانسبورتر.
كلمه ترانسبورتر واضحه ولا اوضحها؟ ترانسبورتر يعني مستقبل ايه؟ يعني مستقبل. لا، يعني بيوصل. ناقل. نقل. ترانسبورتر يعني ناقل. ال 17 دول منهم واحد انسولين ديبندنت اللي هو جلوت 4، و16 نون انسولين ديبندنت يعني لا يعتمدوا على الانسولين. يعني اول ما يشوف السكر يقوم شاطه مدخله في الخلايا. هتلاقي الامعاء بتدخل بجلوت 1 وتخرج على الدم الكبدي بجلوت 1، والكبد يستقبله بجلوت 2 ويدخله على الكبد بجلوت 2، والعضلات تستقبل بجلوت 3 وتدخله بجلوت 3. حلو. ربنا بقى خلق جلوت 4 في 3 حتت بس، اللي هو هيتحكم فيهم مين بقى؟ الانسولين. عظيم. الخلايا الدهنيه والعضلات كاكسترا دور جنب الريسبتورز الثانيه او الترانسبورترز الثانيه، والكبد. ليه يا دكتور ضياء؟ عشان الانسولين لما يروح على الكبد انت بقى واكل اكل فبقى فيه سكر وامينو اسيد، صح؟ عايز افتح اكسترا دور بقى، اخلي احشي السكر ده بدل ما يجري على الدم وينزل في الكلى، واكسر الانسولين اللي دخل لي كمان. يبقى انا عملت نهايتين، نهايه للسكر اللي انت واكله والامينو اسيدز عند الكبد حوشتهم، وبقيه الانسولين اللي طلع يقوم جاري مع السكر اللي فضل من الاكل بدخله في العضلات. طب لسه فاضل، يقوم جاري بيه على الدهون. عشان كده الانسولين هو الهرمون المسبب للسمنه والسمنه الحشويه وتراكم الدهون تحت الجلد وتراكم الدهون في العضلات وتضخم العضلات. عشان كده بتوع الحديد بياخدوا الانسولين عشان يكبر العضله بس على الفاضي، لانها عضله نشويه دهنيه. وموت فيهم الناس. يموتهم بقى، انا مالي، ان شاء الله في النار. دلوقتي يا دكتور حضرتك اتكلمت عن البصل والثوم وذكرت لنا فيهم نص اسلامي سواء كان قرآن او حديث. انا ما قلتش لسه القرآن، انا قلت احاديث بس. تمام. انا بقى راجل بيشوفنا ناس مش مسلم، مش مسلمين، وانا عايز اعرف البصل ده السنه ضربت عليه ده. انت ضربت على البصل؟ والثوم. ما انتوا عيله مش مسلمه، مع ان انتوا مسلمين. ما نعرفش يا دكتور، ما نعرفش. انا هعمل ايه؟ ما انت بعيد عن الاسلام خالص. هقول انا كلام غير بره الاسلام. انا يوم لما ضربت كان في القناه الاولى والقناه الثانيه، صح؟ فكان التلفزيون مرجعيه. فلا تلوم. لا، سوزان شلبي، قصدي سهير شلبي وسوزان عطيه والناس دي. وماما ساميه وماما نجوى حضرتهم انا معاك، ما احنا سن واحد انا وانت. بالظبط. حلو. عايز اقنعك من غير ده يعني، صح؟ بالظبط. هو التومه ما بتاكله ما بيعملكش انتفاخ في قولونك؟ وقتي بيعكن على حاجه. طب لحظه واحده، يعني انت شرايينك اللي هو التوم هيسلكها بتاعتك، وقولونك ده بتاع ابن خالتك. انا بتكلم لوجيك اهو. انت مش مسلم، صح؟ قولون حضرتك ده يخصك ولا يخصني انا؟ يخصني. ازاي حاجه تضرني في حته وتنفعني في حته؟ نقطه. الاكله اللي ليها عرض مباشر ما تاخدهاش. مش كده بس يا باشا، انا دلوقتي هقنعك، هقول لك يعني ازاي هضربك بشومه على دماغك واقول لك انا هرجع لك وعيك. بس يعني ازاي هألمك واقول هو ده بقى حاجه تانية اللي يقول لك ايه؟ معلش الدواء مر. لا، الدواء عسل مش مر يا كداب، والدواء سكر يا كداب انت وهو. فهمت قصدي؟ انا بقنعك بالغلط، بقول لك ايه؟ معلش انا بهدك عشان ابنيك. ده بتاع الجيم بقى يقول لك كده، انا ههدك الاول عشان ابنيك. ده عبيط ده. انا اللي ما يريحنيش في جسمي كله ماكلوش خالص ولا ادخله في جسمي، سواء دواء او اكل. خلي بالك انا مشكلتي مع الانتيك الاورال قوي. ليه؟ عشان هو ده هيعدي على مجسات. دايما اقول لهم حاجه، الاكله اللي هتخش جسمك هتعمل 3 أو 4 رياكشنز. خلاص؟ رياكشن فيزيكال، يعني اول ما ينزل في بطنك اول ما تاكله تقول انا هو بطني تقلت، فده رياكشن ايه؟ فيزيكال. بعد شويه رياكشن هرمونال، جسمك يسخن زي العدس، طبق العدس كده تاكله تلاقي ودانك صفرت وتقلت، وامك تقول لك ايه؟ معلش هو بيظهر البرد. طب طالما بيظهر امه باكله ليه؟ كان مسلمات. شفت المسلمات دي بقى ضد طبيعه جسمي. مسلمات. اليس فيكم رجل رشيد بذمه يعني ابوك، برحمه ابوك يا شيخ، حد ترضاه على نفسك؟ يعني انت بتاكل الاكله ودانك تصفر. يعني انا مره اكلت العدس ده، اقسم بالله انا مش ناسي اليوم ده، 6 ساعات متواصله بعديها نايم وصاحي نص وش ده مش حاسس بيه وودني بتصفر. بقول لها ياما بنعمل في نفسنا كده ليه؟ تقول لي ده بيدفيك في الشتاء. بيدفيك ده بيجيب لي هبات ساخنه، هوت فلاشز. مش منطق يا باشا. اللي بقوله منطق ولا لا؟
منطق. طب اكل التوم واكل البصل وريحه الكيكيه زفت وقولوني غازات، هتصلي امتى انت؟ يعني انت بتوطي مش عارف تمسك. انا بقى مش مسلمين. بلاش يعني شفت رئيس الوزراء بتاعت امريكا بريطانيا لما دخلت القاعه وقامت عامله الفارد وجت في الميكروفون فاتكسفت فقامت جريت، ما طفحها زباله. باشا انا الاكل اللي يهين ادميتي اصلا مش بقرا قبل طول ما انا قاعد ايه ده؟ في حد قاعد جنبك بيتكرع في اجتماع هتبص له ازاي انت؟ ان هو ده هيومن بينج ولا بقره؟ ما تردش ليه؟ بقره مش عايزين نغلط في الناس. طب هو نظام الطيبات ينفع للشباب دلوقتي؟ احنا نظام الطيبات ينفع، قلت قبل كده، من اول ما الطفل يبدا ياكل 3 شهور او 4 شهور امه هتبدا تطعمه جنب صدرها لحد الوفاه. ما توقفنيش في النص، ومع اي ظروف، مقاتل، لاعب رياضه، بتعداء. خالد بن الوليد كان بياكل تمرايه ويخش الحرب، سهله خالص يعني. ما كانوش بياكلوا زي ريتشارد انه ياكل خروفين على العشاء، ما فيش الكلام ده باشا. مش هيحارب، هينام اصلا. هينام الله طبعا. هو مفيش حد هياكل بيض ويحارب يا باشا، استحاله. مش فايتر ده، ولا عنده الكاباسيتي ان هو يقعد فترات طويله. بتوع الحديد اللي هم بيلعبوا كمال اجسام بيبقى ظابط نفسه على وقت الشو، بس لو طول يقع من طوله. صح. انت عارف الموضوع ده 100%. يعني هو مثلا الشو هيبقى بتاعه من 5 ل5 وربع او من 5 ل6. خاص حارم نفسه بقى ميه، واخد انسولين واخد دايوريتك واخد واخد بتاع عشان يطلع يقعد يعمل لنا كده وكده وكده وكده، وبعدين بيلحقوه على طول بيقع فعلا. بيقع في اخر البتاع بيقع. طب بذمتك انت ترضى على نفسك ابقى انا منظر بس؟ لا حتى سيكشوالي ابقى ضايع سيكشوالي. يعني انا راجل مش فانكشننج، اما انا اسف عندي ارتخاء. امال انا بعمل ايه في حياتي؟ يعني انا عايش بس بعد ايام. بقول لك الراجل مش بس بكلمته، امال بايه؟ ما هو مش بكلمته يعني لا حيوانات منويه ولا انتصاب. امال طب اديني اماره للراجل ها غير صوته بقى. انا قلت لك ان صوتك عجبني صح؟ مش قلت لك ان صوتك عجبني؟ لا اول مره في البودكاست صح؟ انا قلت لك الحاجه الوحيده اللي عجبتني صوتك صح؟ الراجل يا باشا لازم يكون ليه كرايتيريا، امال هيبقى راجل ازاي؟ يعني يطلع يقول يا طيب قلبي وينك صح؟ ما بنخبطش بقى يا دكتور. صلي على النبي يا طيب دكتور. كنا عايزين نعرف ما بعد الطيبات. ولا حاجه، بس الاف دي اي تقع وخلاص. بس انا هدفي ان الحاجات دي كلها الدبليو اتش اي تقع. وهم بيقعوا دلوقتي اصلا، وانا ما كنتش متخيل في يوم من الايام ان انا هوصل بالسرعه دي. انا كنت بتجوز واحده فضحكت مره وانا بقول لها انا عندي حاجه في دماغي تغير العالم. وهو بقول لك انا كنت بتجوز واقلب، فاهم؟ لما كلامي بس ما هو المخ الست العاديه مش هتستوعب الكلام ده. استنى بس، ده كنا قاعدين بقى ومبسوطه مني يعني كنا في وقت انبساط. بقول لها عندي فكره تغير العالم. اقول لك انت مين انت؟ استنى بس. قامت ضحكه. قلت لها والله العظيم واقل من كام سنه هتلاقي ورايا فصيل اسمه الضيائيين. اسمع بقى، اصل حصلت في اول سنه حصل فعلا كده، بس انا اللي هديته. طلع جروب مسمين نفسه الضيائيين، ففاكرين ان هم هيكسبوا ودي كده. فلقيت دخلت على الجروب ده مره، لقيته بقى بيتكلم في ايه؟ احنا جنب الطيبات هناخد اكسجين نشط. جنب الطيبات بياكلوا عيش. لا ايوه انا ضد المكسب الحرام. اكسب، ما عنديش مشكله، بس اتكلم الحق بس. يعني انا جالي دكتور عرض عليا ان انا ابيع بريسلتس للناس، يعني مش عارف ماجنتيك بريسلت للتوازن، العبط الكلام العبط ده يعني. وقال لي في الشهر هيخش لك يعني مبلغ محترم يعني. قلت له هعمل ايه بالفلوس دي؟ قال لي يعني اعمل ابجريد لحياتك. قلت له وابيع للناس الوهم. قال لي ما انت مش هتضرهم. قلت له بس انا مش هنفعهم ومش هعرف انام وانا قايل لهم كلام انا مش مقتنع بيه. عشان كده كنت دايما الحاجه الوحيده اللي بتشغل بالي قبل ما ادخل انام، انا النهارده في واحد قدامي ظلم واحد وما خدتش حق الواحد ده وما قلتش كلمه الحق النهارده، ما بعرفش انام لحد تاني يوم اروح اخلص ارجع بقى اكل واشرب وانام عادي. يبقى ان انا ابيع لحد وهم او ابيع لحد حاجه مش هتحصل، او حتى لو ما ضرتوش هو كده هيدفع فلوس عند حد تاني بيبيع له الوهم ده، بس انا اللي ما باعوش.
فاهم قصدي؟ يبقى كلمه الحق في الموضوع بالنسبه لي كانت هي الفارق، كانت هي اللي هعيش عشانها واموت عشانها، ولو مت عليها يبقى ربنا راضي عني. فاهم؟ لان لو كتبت شهاده في قلبي فاني آثم قلبي. تمام، انا فاهم دي كويس جدا ومقدرها وبحترمها فيك جدا، بس برضه في حالات حضرتك ممكن تشرف عليها بشكل مباشر وتجايد دم ثرو لو ناس عندها مثلا امراض حرجه او كده، ولا انا غلطان؟ بص حضرتك، تدخل الطب دايما في الامراض، في الحاجات الحرجه بس. يعني ايه؟ واحد نزف، انا هتدخل، ما بينزف اهو، ما بيخر، لا اربط الارتري واربط الوريد هنا واظبط. يلمع الطب بقى، هنا الطب يكون لي الطب دوره في الحته دي زي ما قلت، واحد اتكسر يعديني من الخطا، يجبسني، يجبسك او يحط لك مسمار، ما انا ما عنديش مشكله. بس انا بتكلم على الدكتور ضياء العوضي تحديدا، ان في حالات ما يعرفوكش، ما يعرفوش انت موجود اصلا. اجانب يا سيدي، ما ايوه بيتكلموش في إنجليزي. في وعندهم امراض مستعصيه وفشل فيها الطب وفشل فيها الدكاتره بجميع انواعهم. ايوه ممكن في الحاله ديت حضرتك تتبناهم طبيا، اتدخل فيها لحد ما تخرج من مكانها الحرج واكمل معاها اوت بيشنت عادي جدا. حصلت في كندا وفي استراليا. انا فاكر الناس دي امنت بيا قبل مصر. عالجت حاجات جوه الرعايه، يعني بقى يتصل بيا يقول لي بنتي في الرعايه، اعمل ايه؟ اقول له لو تعرف توقف لها الدواء وما تاكلهاش اكلهم 3 ايام، والبت اما تفوق تاكلها رز وبطاطس لحد ما تخرج. لما تقول كمان بقى احنا عايزين حاجات بفلوس، ما انا بقول له في كلمه لحد ما تخرج، لحد ما تخرج بس، وبعد ما تخرج ده بيكون الحمايه بتاعتها جوه. انت الحمايه الوحيده، وقف انتاج غلط العين هيصحى لوحده. بس خلاص، وقف انتاج غلط النزيف المهبلي هيقف. وقف انتاج غلط القرح القولون هتخف معاك في 2 3 وبعد كده اكمل لك انا بقى. يعني النزيف اللي بيحصل دلوقتي من المهبل او من الشرج او من البق او من العينين او في الدماغ هيقف. لازم بس توقف بس الانتيك وقف الغلط. الانتيك الغلط، جسمك هيقوم وحضرتك تكمل معاه يا باشا. انا هعرف، ما هو جسمه هيشجعني بقى، ما انا هعرف الريسبونس. انا في الاول كنت فاتح صدري لكل الحالات، فكان بيجي لي حالات تيرمينال بقى، واخد كيماوي ومعمي واشعاع ومعمي وبتاع ومعمي. يعني الحاله اللي قلبت عليا الدنيا حاله زرع الكلى. عيانه جالي بقى زرع بقى لها 15 سنه كليه، وطبعا قبل ال 15 سنه دول سكر، ضغط، تصلب شرايين، اثناء هذا الكلام انسولينات وادويه سكر وادويه كوليسترول وي كانت لسه 12 دواء قبل الزرع. ما بعد الزرع حط عليهم ادويه الزرع، سيسبلاستين او بروجراف او يعني الادويه وات ايفر الدواء، او سيلسبت، الحاجات اللي بياخدوها مثبطات مناعه. فالعيانه جات لي، طبعا كنت اول مره، انا كنت دايما اقولهم في اللايفات، حاجتين ما جربتهمش لسه في الطيبات او نظامي، يعني اللي زارعين اعضاء واللي حاطط صمامات، لان دول حاجات غريبه حاطط جوه الجسم وعايشين بيها. فبتاع الصمام عايز دواء سيوله، وبتاع الكليه او بتاع الزرعه عايز مثبط مناعه. المهم جات لي العينه اللي اسمها ايمان دي. طب يا باشا فيزيكالي هي فيها ايه؟ الهيب ده مش شغال، بتعرج، والعين الشمال مش موجوده، خلاص العصب البصري بتاعها مات والشبكيه ماتت، والتانيه بتشوف بيها طشاش عظيم، غير بقى انها حاجه و50 وشكلها حاجه و80. بدأنا مع مان وطلعنا كل الدواء الاولاني، سكر، في ضغط، في الحاجات دي كلها، وجيت عند ادويه المناعه ووقفت شويه. يعني طبعا لو انا شلت دواء المناعه والكليه اتلفظت انا شلتها، سببت ضرر كبير، صح؟ و15 سنه بقى، وابوها اللي زرع لها وخايفه من ابوها، وابوها لسه عايش. فقمت بعمل ايه؟ قلت لها بص يا ايمان، قعدتها من غير كونسنت، من غير ما مضيتهاش، يعني حاجة. مسؤوليه عليها جبت اخوها وهي مش هتقول لابوها بقى، قلت لها بصي احنا هنجرب حاجه مع بعض، لان لسه في اعراض، ما هي بتشتكي من حاجه لسه، ما طالما في دواء داخل لسه في شكوى، فاهم قصدي؟ قلت لها هنوقف السيلسبت الاول شهر، وهنعمل سونار والسيرم كرياتينين، مع ان انا ما بقتنعش بيه يعني، بس هو السونار اهم حاجه، لان السونار هيبين لي ايه. لو الكلى، اصل الكلى دي هتترفض بسرعه الصبح، يعني بكره الصبح، ما هو جسم غريب، بكره الصبح هتترفض، فاهم؟ بس تتلاقي اسبوعين او شهر في الاول، وبعدين بتوقف الدواء التاني. قلت لها بعد شهرين تعملي سونار على الكليه. عمل السونار على الكليه، بقيت اتابعها كل 5 شهور بايه؟ سونار. العيانه بقى بتمشي وبتخش الحمام وتمام التمام، يعني سرفايفل ريت بتاعها عالي. بعد سنه وشهرين
قمت حاطط السونار بتاعها، الدنيا قامت ما قعدتش بقى يا باشا. طب ما العينه صاحيه، بدل ما تقول لي عملت كده ليه، او ازاي؟ ما هو ازاي اهو انا قلت، ما هو ازاي، ما هو ازاي على قالوا المجتمع مقدم؟ العلمي يعني ما هو يا باشا بدل ما تسالني ما تدرسها انت، ما هي كيس ريبورت اهي وانا اتجرأت عليها. دراسه كامله. يعني بدل ما تقول لي يا باشا اصلا ما باخدش رايك، انا خلصت، فانت تدرسها بقى. روح بقى عايز تاخد منها عينه كلى، خد، تعمل عليها رنين تاخد، تعملها اجسام مضاده زي ما بتقول، اعمل اللي انت عايزه، بس انا خلصت شغلي. العينه بتجيب بول، العينه صاحيه، بتاكل وبتشرب، متعايشه، عينيها اتحسنت اليمين، الشمال راحت خلاص مش هعرف اعمل فيها حاجه، وعايشه ومن غير قرص بنادول لمده سنه ونص. انا وانا بكلمك دلوقتي عايز اثبات اكتر من كده ايه؟ تقول لي الدراسات بتقول؟ لا، انا عندي حاله بتقول، وحاله ماشيه على رجليها، مش دراسه على ورق. انا حالاتي كلها جثث حيه، بني ادمين بيجي لك بيتكلموا. لما يكون خلاص الدمدم بقى لف وتعب وبعدين كلمه صغيره، هي الكليه دي لو هتترفض مش كان زمانها اترفضت من زمان؟ ولا لسه هتترفض بعد سنه ونص؟ لا خلاص. مش صح ولا مش صح؟ يعني هو حسب كلامهم هي بتاخد الدواء ده كل لو يوم. جسم اجنبي اول ما بيدخل بيتحارب. ده لو هو كده بالمنطق هو مش هيحصل يعني. كده. انا قلت لها بقى كلمه واحده وانا بوقف الدواء، قلت لها ايه؟ بص يا ايمان، انا استخرت ربنا وحطيت كلمه في ذهني. جسمك دلوقتي بعد 6 شهور من شغل معايا، جسمك اذكى من ان انا اعرفه مصلحته. جسمك لو شاف الكليه دي مهمه بالنسبه له هيحافظ عليها. استحاله احاربها. ولا انا غلطان؟ الله وحصل أكبر. بفضل الله. ودي اللي قلبت الدنيا بقى، لانها هتعطل شغل بقى كتير، غسيل كلوي مش هيبقى فيه، وحتى لو زرعت مفيش مثبطات، وهضمن لك فيابيلتي بتاعت الاورجن هيتزرع. عايز اكتر من كده ايه؟ وزيرو دواء. وانا مش مستفاد حاجه يا عم. هي دي المشكله. انا ايه الفايده اللي عايده عليا؟ يعني لا ببيع اعشاب عندي في العياده، ولا بديها حجاب، ولا في فولو اب حتى انا بجبرها عليه. انت عايشه كويس امنا في سربيه معافى في بدنه، هي عارفه انها معافى، فاهم؟ اطلعي معايا لايف يا ايمان. بعد ما وعدتني قالت لي يا بابا مش موافق، فاجبرتها تكلمني مره على هوا في برنامج كنت عامله خاص في ليا في مصر. هو في حالات انا شفتها بعيني وانبسطت جدا من نتائجهم، وناس لا. شكلها اصغر من سنها وناس بتدعي لك وناس بتحبك. ده كومنتات ولا دي ايه؟ لا ده بعيني، ده شفتهم لايف، شفت الناس اللي اتعرفت عليهم في الفتره اللي فاتت فعلا؟ القصيره. طب كويس والله. لا الناس اللي قابلناها مع بعض يعني. انت قابلتهم على الحقيقه. أصدقاء ياسر عزة وعزه وياسر. عايزين نعمل معاهم لقاء، لان ياسر كان عنده مشاكل شبكيه، جاله جلطه في الاوردة العميقه وما خدش ليها مضادات سيوله وفكت لوحدها. ومش حاله واحده، انا عندي 200 حاله دي في تي، دي ما بتفكش اصلا. وبيقولوا بتجي لك شاورز على الرئه، وهنركب لك سيب على مش عارف ايه عشان ما توصلش. كل الكلام ده هجس. دول بقى شفتهم بعيني غير اللي شتموني بقى. اللي شتموك فين شتموك فين؟ شتموني بقى في الفيسبوك الحقيقة؟ وفي التيك توك. الحقيقة لا محدش على الحقيقه شتمك. ما حدش شتمني. ولا حد يعرف يشتمك يا عم، ده انت عليك ايد معاه. صعب يا ريس. صعب قوي، صعب. ازعل قوي لو لا اتشتمت. هتزعل ومرتك هتزعل، وهنجيب ناس تزعل، هو يجي زين يزعل. انا في وشي ما حدش يشتمني بس أيوة. لا انا اتشتمت، انا بقى بتشتم في كل حته. بس انا يعني فهمت بقى هم ليه بيشتموني. يعني انا ليه؟ فهمت علشان خاطر هم فكروا ان احنا اسأنا الادب مثلا او لا هم هقول لك تريقنا. حاجه، خلي بالك انت لو مكانهم، هو شاف الحياه معايا، فبالنسبه لهم انا مش دكتور. خط احمر، انت انقذت حياته. انا بالنسبه لهم بقى ما حسنت عشان كده جودة سموها حياته. كالت بقى، فصيل بقى. في النهاية بحب أتوجه بالشكر لدكتور ضياء. الصراحة أنا اتعلمت حاجات كتيرة النهاردة، وأهمها كانت علاقة الأنسولين بالسكر. بس يعني من الجانب العملي شوية، في ناس بتسأل كتير. طيب أنا لو أنا نظام الطيبات صعب عليا إن أنا أفولو from A to Z كله، وخدت جزء منه وكمان دخلت مع السكر. دخلت معاه السكر اصلا كاكل يعني. تمام. فهل هستفيد ولا هل هيبقى نظام تاني احسن بالنسبه لي؟ مفيش نظام تاني، ده مبدئيا عشان نقفل الحوار. طيب انت لو فهمت نظام الطيبات، هو قايم الاصل فيه على المنع، صح؟ كل لما تمنع توبيك من اللي انا مانعهم هتستفاد. يعني لو منعت 10 توبكس وسبت 2 توبكس، هيفضل لك اعراض بتتناسب مع ال2 توبكس، لو افترضنا هي القصه كده. بس هي كالاتي، حضرتك مدخلاتك كامله بترسم بيكتشر،
والبيكتشر دي مرسومه بكذا ريشه. انا بالطيبات بمسح اللوحه دي كلها، فبيبقاش في حاجه اسمها كلينيكال بيكتشر اصلا، بتبقى لوحه بيضاء. طب هنفترض ان انت سبت حاجتين فبتترسم رسمه جديده. بمعنى لو انت كنت بتشتكي مثلا من 15 عرض، من تساقط شعر والام في الظهر والام في الرقبه وتغلله في العينين وسخونيه في القدمين وهبات ساخنه من وقت للتاني وفوج اوتس بتجيلك على تفكيرك ونومك مش مستقر وهكذا، تمام؟ بطلت كل ده وسبت البيض بس، هتعيش طول عمرك بجيوب انفيه وحساسيه على صدرك وبلغم بس. فهمت قصدي؟ طب السكر بقى اللي انت جبته لوحده في سيبريت، السكر وجوده هو سبب ابقائك على الحياه، مش حتى لو مش هو وجوده بتفكر فيه مفيد ولا لا ولا نيوترال، لا 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 لا. السكر انت مهما خدت من كميات سكر في اليوم هي مفيده لوحده. يعني انا ممكن اعيش على السكر بس لوحده 40 يوم سكر ابيض بس. فالسكر وجوده لوحده هو ده بقائك على الحياه. وخلي بالك انت النمر مثلا والاسد ما بياكلوش غير لحمه ودم، لكن هو عندهم مستويات سكر زي البني ادم، ولو تعرض للستريس سكره يعلى. معنى كده بقى ان هو مين اللي صنع، مين اللي جاب منين السكر ده؟ هو حول الدم لسكر وحول اللحمه لسكر. وغير كبده بيصنع السكر من فضلات عضلاته زي ما قلنا سابقا. بمعنى كده ان السكر كمدخل ملوش علاقه بمستوى السكر في الدم. سكر الدم بتاعي لوحده متخلق متصنع من نون كربوهيدرات اوريجين، مش من نشويات. بصنعه من احماض وكحولات. من ايه؟ احماض وكحولات. امثله الاحماض بايروفيك لاكتيك، امثله الكحولات جليسرين، امثله احماض الامينيه. ايه ده؟ يعني لو خدت اكسترا امينو اسيدز زي بتوع الحديد والبيبتايدز والحاجات دي، بعد شويه هتبقى ايه؟ سكر. بعد قد ايه يعني يا دكتور؟ نص ساعه سكر ويوريا. لان انا هقوم عامل دي امينيشن للحمض الاميني بقى حمض عضوي. الحمض العضوي هعمله سكر، والامونيا اعملها يوريا، عشان تبقى دي المخزن اللابايل، عشان محتاج اعمل عضله او احتاج اعمل ترانسبورتر بروتيني اعمله من غير ما احتاج بروتين من بره دلوقتي. يبقى انا عندي الهيكل الهيدروكربون وعندي الامين جروب لوحدها في اليوريا. عرفت اليوريا فايدتها ايه وليه بتتصنع لوحدها سيبريتلي؟ بس هو الموضوع يعني صعب ومحتاج إلستريشن. وانا قلت لك ان شاء الله ربنا يكمل لنا على خير. واحنا كتيم مع بعض هنعمل ده لخدمة الناس، عشان كل واحد يفهم هو وراه ايه. ولو في حد من الاطباء والباراميديكال اكيد الناس دي هيكون ليها حاجات مور سوفيستيكيتد. صحيح. بس صحيح. انا بشكرك والله على ان انت يعني لا. استحملتني النهارده. بس انت عارف يا طارق كده التطبيق بتاع النظريه على على مستوى الدوله او على مستوى اكبر جلوبالي فعلا هيعمل ثوره في انقلاب كبير. وهو هو فعلا. هقول لسعادتك على حاجه. انا كنت عامل لايف على صفحتي، اخر لايف قلت لهم شق المجتمع الطبي دليل على نجاح هذا التطبيق او هذا النظام او هذه الفكره او هذه النظريه. لان كلمه نظريه في الاساس معناها ايه؟ فكره فلسفيه قادره على تفسير ما تواجهه من اعراض ومتغيرات. فاهمني؟ زي نيوتن اما قال جاذبيه، هو ما عرفش يفسر الجاذبيه بس عرف يحط شويه قوانين تحكم العلاقات، لان هو شاف علاقات معينه هو اكتشفها. بس مش قصدي انا قصدي لا، حط فكره. قال يعني ايه؟ مثال يعني قال قانون التربيع العكسي، كل ما تبعد عني مسافه معينه الضوء اللي جاي من عندك بيقل. القانون ده بناء على مشاهدات حاصله يعني هو بتتكرر. فانا اما اجي اقول لك اعراضك عرفت افسرها لك بطريقه صح وعالجتها لك من جذرها، غير اما اقول لك انا فهمتها انها زغلله عينك بسبب السكر وموطيه تزغلها هتروح غلط. ما بيحصلش. ودليل ان انا اظبط سكرك، انتصاب يختفي، يبقى في ارتخاء. طب انا ما كده ما عالجتكش.
يبقى انا لعبت معاك على وهم اسمه ورقه اسمها سكر. لكن انا بقى نظامي بيقول ايه؟ حرر السكر الانتصاب يتحسن. ايه رايك بقى في ده؟ يبقى مفهوم جديد خالص في الطب، مش ترقيع ولا معالجه اعراض ولا ورق. انا بعالج انسان فانكشنينج وبيأدي في حياته وبيدي لاولاده ويعيش بصحه. كده كده الموت ثابت اجلك كويس. بدل ما اعيش اخر 10 سنين في حياتي مثلا باخد كيماوي، انا اعيشهم ميديكال فري، واما اجي اموت هموت. مفيش حد بيموت بسبب السكر، لا، وهو بيموت قست السكر لقيته عالي. ده اسمها ايه بقى؟ كوانسيدنس. فاهم قصدي؟ يعني وانا بموت عينيا بتبرق، هل انا عينيا وهي بتبرق ده معناها ان انا لا، ده اسمها ايه؟ كوانسيدنس. فانت بتعمل لي ستيت من تغيرات تخليها هي السبب. لا، ده اللي احنا بقى عملنا فيه ايه؟ السيباريشن. وموضوع شق المجتمع الطبي دليل ان بقى فيه فعلا كالت او فصيل من المتعافين المروجين الرواد في هذا المجال. مش ضياء العوضي بس، بقى كل واحد متبني الفكره دي هو ضياء العوضي في حد ذاته. وانا زمان لما قالوا لي بيحاربوكوا هيوقعوك، قلت لهم مش هقع. طب ليه مش هتقع؟ عشان لو انا في 5 اقتنعوا، كل واحد هيقنع 10. وقلت لهم هيجي وقت كل بيت وكل شارع هيبقى في واحد ضياء العوضي بس قاعد بينغص عليهم حياتهم. هو قاعد كويس وهم كلهم قاعدين حواليه بيتألموا. هي ما بيجيلهاش ألم في الدورة وشعرها زي الفل وعندها 60 سنة وشكلها 30 وحواليها ستات كلها عواجيز. هيبقى كده عكننة. وانا كنت قاصد ده. يعني انا حصل مشاكل كتيرة بين ناس وعائلاتهم اصلا بسببي، لانه ده حق وبيفرق، ودايما الحق ايه؟ بيفرق. مش كده سيدنا عمر كان اسمه الفاروق بس فرق. لكن احنا مش بنماين ولا بنرقع ولا بنداهن يعني. انا بشكرك يا نبيل والله على اللقاء النهارده. يعني انا النهارده اتبسطت منك، انت عصرتني علميا يعني، بس كنت عايزك ايه يعني تبقى معايا شويه. انت يا اخي انا صاحبك وحبيبك في الاول وفي الاخر، ده انا جاي لك من اخر الدنيا يعني. انا يا دكتور اللي حابب اشكرك انك خصيتنا باللقاء الجميل دوت. انت حبيبي يا طارق، انت حبيبي يا طارق والله العظيم. ربنا اللي يعلم يعني انه احبكم في الله والله العظيم. وبعتبر ان انا مش قاعد مع محاورين، انتوا اخواتي اصلا. ربنا ديما معروف ويكون لنا لقاءات كتيره، لان الكلام مش لقاءات، احنا هنعيش مع بعض على طول. الكلام ما خلصش ووقتنا خلص، بس ان شاء الله هتيجوا على عائلاتكم شويه بس هنكسب رضا ربنا. انا هجيب عائلتي معايا عشان ايه؟ ما احنا مره جايه نجيب ان شاء الله. ان شاء الله تتكرر قريب تاني، وان شاء الله توصل للناس بالشكل اللي انتوا كنتوا عايزين توصلوه. انا عارف ان انا نيرفي بيعلى شويه، بس انت الحمد لله سيطرت يعني عليه شويه النهارده. لا دكتور، علمك كبير كتر خيرك. هذا من فضل ربي والله. وبيقتطف وبيوصل للناس بشكل مش لطيف. انت عارف بقى الميديا الناس بتحكم طبعا كل ما كان الكلام مقتطف ومتنقي بيكون منشط حلو. فده كان مش عايز تعملها برومو بقى جامد. لا عايز برومو جامد دكتور بقى. دكتور انت برومو ده اكتر، انت الوحيد اللي عملوا لك مقاله وبالصوره في الجزيره وقت الحرب يعني. حتى يعني انا اثرت معاك في التقديم لانه حضرتك لوحدك اسم. كتر خيرك والله العظيم. هذا بفضل ربي والله يعني. هذا ابتلاء من الله يعني لشوف هنشكره ولا لا. يعني سيدنا سليمان بعد ما جاب عرش بلقيس قدامه ما فرحش. عارف ايه؟ قال ايه؟ هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، فمن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. فهذا فضل ربنا علينا وبيشوفنا بيجربنا، احنا هنعرف نكمل فيه ونصبر على الحق ونستحمل الإهانات والاضطهاد والازدجار والطرد والنفي والشد، ولا خير مثال ولا ايه؟ استحملت كتير والله المستعان. وكله وقاعد معانا ولا كأن في اي حاجه حاصله ولا في حد ذاته. سهله الدنيا سهله. اصل انا بكره ميت، إنا الى الله منقلبون، إنا اليه المصير. فلو افتكرنا الاخره بسرعه هتلاقي الدنيا دي هينه قوي يعني. شويه فلوس وشويه عيال وبسيطه. وما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. والله المستعان.
مفيش كلام تاني يتقال بعد الكلام دوت. الله المستعان. الحمد لله. العلم من غير ايمان مفيش. زي العربيه من غير جدع الفرامل. جدع جدع جدع. لازم يكون عندك شويه يقين بالله ان ده الابتلاء، ده سنه المرسلين واللي اتباع المرسلين. بس استنونا في حلقات جايه كتير باذن الله مع الدكتور ضياء، وشكرا لحسن استماعكم.